رجالتنا ابطال اولى اعدادي، ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ميعاد حصتنا مع حصه المراجعه النهائيه. هنراجع لك ونفرم لك المنهج كله في حصه واحده شرح ان شاء الله. طب يا مستر، هنشرح منين ولا هنعمل ايه بالظبط؟ انا هشرح من مذكرة مراجعة كده عبارة عن بوسترات فيها ملخص للمنهج كله. طيب لو انت عايز البوسترات دي او عايز الملخص ده، هتبعت لي على الرقم اللي موجود في الديسكريبشن او في اول كومنت، والرقم اللي هيظهر لك دلوقتي اللي هو 012 028 26 714. هتبعت لي مسج على الواتس ان انت محتاج المذكرة دي وهبعتها لك ان شاء الله. طيب تمام. احنا يا ابطال كنا على مدار السنة فرمنا شرح وحل للمنهج كله. جه بقى النهاردة ودلوقتي ان احنا نلم ده كله في ليلة الامتحان. انت المراجعة دي هتنزل لك تقريبا كده على اخر اسبوع في 12، فانت معاك اخر اسبوع ومعاك اول اسبوع في واحد، فانت معاك براحتك تشوفها. طيب المراجعة دي يا مستر هتكون عبارة عن ايه؟ نقط كده مهمة وخلاص، ولا اسئلة، ولا ايه بالظبط؟ المراجعة دي هتكون يعتبر شاملة كله. النقط المهمة هتلاقي في أسئلة علل في النص كده، الأسئلة اللي بتجيلك مقالي وعلل وما بتعرفش تحلها هنشتغل عليها واحدة واحدة مع بعض. البوسترات كلها هتلاقيها معمولة لك بطريقة حلوة جدا، لما الدروس كلها بطريقة حلوة جدا، واحنا هنكمل عليها شرح ان شاء الله. يلا بينا نخش على المفرمة الحقيقية والمراجعة النهائية. يلا بينا يا ابطال، يلا بينا يا ابطال نخش على الشرح بتاعنا والمراجعة بتاعتنا. يلا بينا. اول حاجه عندي ان انت هتلاقي البوسترات بتاعتك متقسمه على مواعيد. هو بوستر كبير هتلاقيه متقسم على مواعيد، هتلاقي فيه الدرس الاول الدرس التاني بالترتيب، وكل درس مكتوب عليه اسمه بطريقه منظمه وطريقه شيك كده وطريقه كويسه جدا، وهتشوف ده خلال الشرح ان شاء الله. طيب يجي اول حاجه احنا خدناها في الوحده الاولى كانت بتتكلم عن الماده وخواص الماده، والوحده الاولى اصلا كانت بتتكلم عن التفاعلات الكيميائيه وكلها عباره عن كيمياء. طيب جيت اول حاجه قلت لك ايه؟ قلت لك ان انا عندي تركيب الذره بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجه اسمها الماده دي كانت الحاجه الرئيسيه، الحاجه الاساسيه بتاعتي، الحاجه الكبيره. قلت لك ان الماده دي بتتكون من حاجات اصغر منها، بتتكون من جزيئات، الجزيئات بتتكون من ذرات، وعرفت ان الذره دي هي ايه؟ وحده بناء الماده، صح كده؟ طيب تمام. يبقى اصلا يعني ايه تعريف الماده؟ الماده هي كل ما له كتله وحجم ويشغل حيز من ايه؟ ويشغل حيز من الفراغ. ثانيه واحده بس كده نقلل الخط ده. يبقى انا عندي الماده كل ما له كتله وحجمه بيشغل حيز من ايه؟ من الفراغ. يا مستر ماشي. الشكل اللي قدامي ده بيوضح ايه؟ ده شكل ايه؟ الصخر او سوري التمثال بتاع ابو الهول. طيب تمثال ابو الهول ده بيتكون من ايه؟ يقول لك هو يتكون من ابو الهول من ايه؟ من الصخر الجيري. يبقى الماده الكبيره بتتكون من حاجه اصغر منها. طيب الصخر الجيري ده بيتكون من ايه؟ من ماده كربونات كالسيوم. برافو عليك. طيب بتتكون جزيئات كربونات الكالسيوم دي من ايه؟ من ذرات. بتتكون من ايه؟ من ذرات. يبقى انا عرفت ان وحدة بناء ابو الهول الجسم الكبير خالص ده هو ايه؟ هي الذرة، الحاجة الصغيرة دي. طيب تمام. يقول لك بقى ان الماده مالها؟ الماده بتتكون يا مستر من جزيئات، والجزيئات بتتكون من ايه؟ من ذرات، اللي انا قلتها لك في الاول خالص. طيب تمام. يبقى انا كده عرفت ان الماده بتتكون من جزيئات، والجزيئات بتتكون من ايه؟ من ذرات. طيب الذره اللي هي الاتوم بتتكون من ايه؟ او هي ايه؟ هي وحده البناء والتركيب لجميع المواد. وحده البناء والتركيب لجميع الايه؟ المواد. زي ايه يا مستر كده على السريع؟ زي قلت لك مثلا الفازه دي متكونه من ايه؟ مثلا من طين. فهمت؟ الزرعه دي متكونه من ايه؟ من ورق، وهكذا. طيب تمام. يجي يقول لك بقى بنية الذرة. بنية الذرة يا مستر في العصور بالترتيب كده. قلت أول حاجة في العصور القديمة اعتقد الفلاسفة اليونانيين إن المادة بتكون من حاجات أصغر غير قابلة للتجزئة، سموها بالذرات. طيب في أوائل القرن ال19 طلع العالم دالتون، هو أول من وضع نظرية إيه؟ نظرية علمية عن الذرة، وهو اللي قال لي إن الذرة فعلا هي غير قابلة للانقسام، عدم قابليتها للإيه؟ للانقسام. طيب تمام. وقال لي ان بيعد كمان رذرفورد النموذج بتاعه اللي هو 1909 ماله يا مستر؟ هو اول نموذج للذره على اساس ايه؟ تجريبي. اول نموذج للذره على اساس تجريبي كان رذرفورد 1909. طيب تمام. وصل بقى بعد كده علماء ان في حاجات وحيز صغير تاني جوه الذره، يعني الذره بتتكون من حاجات جواها تاني. ايه هي؟
ان يتوصل العلماء الى حيز صغير جدا 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 في الذره تحتوي على نوعين من الجسيمات. تحتوي على نوعين ايه يا مستر؟ نوعين من الجسيمات. ايه هما النوعين دول؟ بروتونات ونيترونات. بروتونات ونيترونات. واطلق على الحيز ده المكان اللي جوه الذره ده باسم النواه. باسم الايه؟ اسم النواه. طيب واللي بتدور حولها الالكترونات بسرعه كبيره. يبقى انا كده عرفت 3 اسامي دلوقتي يا مستر: بروتونات ونيترونات والكترونات. بروتونات، نيترونات، الكترونات. البروتونات والنيترونات دول اللي بيتكونوا او بيكونوا موجودين جوه النواه، برافو عليك. لكن الالكترونات دي اللي بتدور حواليهم. تمام كده. طيب يقول لي ان عندي البروتونات والبروتونات والنيترونات والالكترونات هي جسيمات. مالها يا مستر؟ جسيمات دون ذريه. جسيمات دون ايه؟ ذريه. ولو فاكر في الشرح كنت اتكيت لك على كلمه دون ذريه دي برضو واتكيت لك عليها. طيب تمام. نيجي بقى بعد كده نخش على اللي بعده. اللي بعده بيقول لي ايه يا مستر؟ بيقول لي الالكترونات. انا لسه قايل لك الالكترونات دي كانت بتدور حوالين ايه؟ النواه اللي هي البروتونات والنيترونات مع بعض. طيب يجي كده يعرفها لي يقول لي هي جسيمات. مالها؟ جسيمات سالبة الشحنة. جسيمات ايه؟ سالبة الشحنة. كتلتها كبيرة ولا صغيرة؟ لا يا مستر، كتلتها صغيرة، ضئيلة الكتلة. ضئيلة الايه؟ الكتلة. طيب تدور حول النواة بسرعة ايه؟ بسرعة فائقة في مستويات للطاقة. في مستويات للايه؟ للطاقة. طيب ماشي، ثانية واحدة. طيب بيوضح الجدول اللي قدامي ده خصائص الجسيمات اللي انا قلت لك: بروتونات، نيترونات، والكترونات. يقول لي ان البروتونات برمز لها بالرمز بي، والنيترونات برمز لها بالرمز ان، والالكترونات برمز اي سالب فوق. تمام؟ او اي شرطه فوق كده. طيب تمام. بروتونات يا مستر بتكون موجبة الشحنة. البروتونات مالها؟ بتكون موجبة الشحنة، عندها شحنات موجبة زيادة، عشان كده بسميها ايه؟ موجبة الشحنة بموجب 1. طيب الكتلة بتاعتها ايه يا مستر؟ 1 يو. 1 وحدة كتل دون ذرية. 1 يو يعني وحدة كتل ايه؟ دون ذرية. طيب النيترونات بتاعتي هي ان دي يا مستر بزيرو. الشحنة الكهربية بتاعتها معتدلة، الموجب قد السالب، فبسمي كده النيترونات بالشحنة الايه؟ المتعادلة، الموجب زي السالب. طيب كتلتها ايه؟ برضو 1 يو. 1 وحدة كتل دون ذرية. طيب تمام. الالكترونات بقى يا مستر، لا ركز وصحصح معايا. الالكترونات دي انا قلت لك هي ايه؟ هي سالبة الشحنة. هي ايه؟ هي سالبة الشحنة. طيب سالبة الشحنة ازاي؟ اللي هي بيكون عندها السالب زيادة، الكترونات سالبة، عشان كده بحط السالب فوق الاي. برافو عليك. طيب اجي اقول هي ايه؟ اقول كتلتها هي 1 على 1836 يو. يعني 1 على 1836 يو يعني ايه؟ يعني يا مستر هي كتلتها صغيرة جدا جدا خالص. يعني بص بيقول لك كده تهمل كتلتها اصلا لان هي صغيرة جدا جدا جدا. طيب يجي يقول لي برضو ايه؟ يقول لي ان شحنة البروتون تساوي شحنة الالكترون. يعني البروتون يا مستر بتساوي ايه؟ الالكترون ده موجب 1 وسالب 1 في المقدار. 1 و1. لكن بيختلفوا فين؟ بيختلفوا في النوع. النوع بتاعهم هما ايه؟ هو اللي مختلف. النوع بتاعهم هو اللي مختلف. طيب تمام. نخش بعد كده على علل. يجي يقول لي علل ايه بقى؟ مش انا قلت لك ان المراجعه بتاعتنا هتكون شامله وكامله كل حاجه وفرمل كل حاجه؟ اوعى تقلق يا بطل. طيب يقول لي علل النواه الموجبه الشحنه. ليه النواه بتكون موجبه الشحنه؟ هي مش النواه دي يا مستر انت لسه قايل لي فيها بروتونات ونيترونات؟ ايه ده؟ طب ما الاثنين، ما في واحده موجب وواحده متعادله اللي هي موجب وسالب. اديك قلت واحده ايه؟ واحده متعادله، يعني الاثنين زي بعض مش فارقه. لكن ايه الزياده؟ البروتونات الموجبه، صح كده؟ فاقول له ايه؟ اقول له انا لانها تحتوي على ايه؟ عدد من البروتونات موجبه الشحنه، والنيترونات ايه؟ متعادله الشحنه. البروتونات موجبه الشحنه، سوري، البروتونات بالها بتكون موجبه الشحنه، ففي شحنه ايه؟ موجبه زياده. طيب تقدر كتله المكونات دون ذريه بوحده الكتل الذريه يو. طيب دي كده معلومه. ماشي. تتركز كتلة الذرة في النواة. كتلة الذرة يا مستر بتكون موجودة في النواة. ليه؟ لأن كتلة الإلكترونات أصلا إيه؟ زي ما قايل لك لسه صغيرة جدا. 1 على إيه؟ على 1836
يو، فايه صغيره جدا جدا من هنا ايه لسنين قدام. طيب لكن كتله البروتونات والنيوترونات هي اكبر منها شويه، اكبر منها ايه شويه، عشان كده بقول ان كتله الذره بتكون جوه اللي هي ايه بروتونات ونيوترونات في النواه. طيب تمام. نخش على رموز الكيميائية للعناصر. يقول لي كده علل. اتفق العلماء على التعبير عن العناصر برموز كيميائية. ليه يا مستر؟ علشان يسهل التعبير عنها والتعامل معاها. ليه؟ خاصة يا مستر في المعادلات الكيميائية، انا مثلا دلوقتي عايز افعل كالسيوم مع بوتاسيوم، لسه بكتب له كالسيوم بوتاسيوم صوديوم، لا رموز كيميائية بتسهل لي العملية دي اكتر. طيب تمام. يجي يقول لي بقى قواعد كتابة الايه الرموز دي، قواعد الكتابة. طيب بمسك يا مستر رمز العنصر يمثل ايه؟ يمثل ذرة المفردة منها. رمز العنصر بيمثل ذرة مفردة ايه منها. طيب العنصر بيتفق اسمه الانجليزي مع اللاتيني، بيرمز له ازاي يا مستر؟ باخد الحرف الاول من اسمه. باخد الحرف الاول من ايه؟ من اسمه بكتبه كابيتال. زي ايه؟ زي الكربون بكتبه ايه كده؟ بكتبه سي. طيب لو يا مستر بحرفين بقى من اسمائهم بيتكتب الحرف الاول كابيتال والتاني سمول. واحد زي الهيليوم. الهيليوم بكتبه ايه؟ بكتبه اتش اي. طب الهيدروجين بكتبه اتش بس. فلو حرف واحد بكتب الحرف الواحد كابيتال، لو اتنين يا مستر بكتب ايه؟ واحد كابيتال، الاول كابيتال والتاني سمول. طيب تمام. العنصر بقى اللي لا يتفق اسمه الانجليزي مع اللاتيني بعمل معاه ايه؟ بحسب يا مستر او باخد الحرف الايه اللاتيني، باخد حرف الايه اللاتيني برضو بنفس الشروط. يعني لو حرف واحد يبقى كابيتال، اللي هو حرفين الاول كابيتال والتاني سمول. طيب زي ايه؟ تعالى كده اقول لك زي ايه. زي عندي هنا اهو كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي الصوديوم الرمز اللاتيني بتاعه ايه؟ نيتريوم. طيب الانجليزي هو صوديوم عادي، انا خدت اللاتيني فخدت الان ايه. بوتاسيوم اسمه ايه؟ كيليوم. طيب خدت برضو الايه اللاتيني، خدت الكي اهو. طيب لكن هو بالانجليزي اصلا اسمه بوتاسيوم. طيب نحاس سوبريم. طيب خدت السي يو. تمام. الحديد فيريوم. خدت الايه الاف اي. تمام كده. تمام. انا باخد الرموز الايه اللاتيني مش الانجليزي، باخد اللاتيني مش الايه الانجليزي، فخدت اول حرفين او اول حرف حسب الايه حسب الشروط اللي احنا لسه قايلينها. طيب تمام. عندي الجدول ده بيوضح لي اهم العناصر اللي عندي. زي ايه؟ زي الهيدروجين اتش، هيليوم اتش اي، زئبق اتش جي، كربون سي، كالسيوم سي اي، كلور سي ال، نحاس سي يو، كوبالت سي او، كبريت اس، سيليكون اس اي، الومنيوم اي ال. عندي النيتروجين ان، صوديوم ان اي، نيون ان اي، فلور اف، حديد اف اي. الحاجات والمتشابهه شبه بعض اللي هي ان وعيلتها، الاف وعيلتها، الفسفور بي، خرسين بي، بوتاسيوم كي، يود اي، ليثيوم ال اي. تمام. تمام. ايه تاني؟ عندي الالومنيوم قلتها اي ال، فضه اي جي، زئبق ذهب اي يو، ارجون اي ار، بروم بي ار، مغنيسيوم ام جي، خرسين زد ان. خرسين او الزنك نفس المعنى يعني. طيب اكسجين او. دي مستر الرموز واهم الرموز اللي عندي اللي انا لازم اكون عارفها وفاهمها كويس جدا جدا جدا. طيب تمام. نيجي بقى بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي تطبيق حياتي عن الاسمده. يقول لي ان الاسمده هي مركبات كيميائيه، مش ده اللي احنا اتفقنا عليه بالظبط كده؟ قلت لك ان الاسمده دي بيحطوها للتربه الزراعيه عشان يستفيدوا من المكونات اللي ايه جواها. طيب ازاي؟ انا قلت لك ان هي مركبات كيميائيه بتستخدم في تحسين الانتاج الزراعي. اهم نوع هو السماد اللي قلت لك النبك ساعتها ان بي كي، ان بي كي. طيب النيتروجين اللي هو الان ضروري للاخضرار او النبات. الفسفور بي كان ماله يا مستر؟ بيساعد على ايه؟ تقوير جذور التربه عشان تمتص الميه بتاعتي وتكون متينه كده. طيب بوتاسيوم كي كان ضروري لنمو صحه النبات، ضروري لنمو صحه الايه النبات. طيب يجي يقول لي كده معلومتين ان الاستخدام المفرط للاسمده، الاستخدام الكتير للاسمده ده بيضر الميه وبيدهور التربه. هو انا بحط اسمده عشان احسن الانتاج الزراعي بس مش هملى الارض اسمده، ده ايه؟ ده بيضر بالتدهور التربه وتلوث الميه. طيب وعرفنا ان تركيب السماد ال NPK هو ايه؟ مركب من 3 مكونات او سوري 3 مركبات، كل عنصر فيهم هو ايه؟ طيب تمام.
نخش مستر على العدد الذري والعدد الكتلي، وعايزين نفهم كل تفصيله في دول. طيب انت قلت لي يا مستر ان الذره تحتوي على نواه، النواه دي بيكون فيها ايه؟ بروتونات ونيترونات، صح كده؟ صح كده. طيب ايه بروتونات وايه نيترونات وايه الكلام ده كله؟ ايه العدد الذري وايه الكتلي؟ انت يا مستر ايه الدنيا كبيره قوي وانا مش فاهم اي حاجه. واحده واحده هنفهم كل حاجه مع بعض. ماشي. بيقول لي ايه؟ بيقول لي العدد الذري هو عدد البروتونات، عدد الايه؟ عدد البروتونات طيب الموجوده داخل نواه الذره. يبقى عدد الذري ده عدد ايه؟ البروتونات اللي هو بي. طيب العدد الكتلي هو مجموع بقى، مجموع ايه؟ مجموع عدد البروتونات والنيترونات مع بعض. بروتونات ونيترونات ايه؟ مع بعض. طيب يبقى بروتونات ونيترونات ده عدد كتلي، والعدد الذري ده ايه؟ ده عدد الايه؟ البروتونات. طيب عندي مستر الذره ايه؟ اكس كده، بيكون في عدد فوق وبيكون في عدد تحت. اللي فوق ده هو العدد الايه؟ الكتلي، واللي تحت ده هو العدد الايه؟ الذري. اللي تحت هو العدد الايه؟ الذري. ماشي. يجي يقول لي كده علل العدد الكتلي اكبر من العدد الذري. ليه؟ لان العدد الكتلي يساوي مجموع عدد البروتونات والنيترونات، بينما العدد الذري سوري يساوي عدد البروتونات فقط. بروتونات ايه؟ فقط. ده بروتونات فقط، ده بروتونات ونيترونات. طيب وجود ما يسمى بالنظائر، عندي نظائر العناصر وهنتكلم عليها بعدين. هي ايه؟ بسبب اختلاف عدد النيترونات، عدد الايه؟ النيترونات في انويه ذراتها. تمام؟ بيكون البروتونات متساويه لكن النيترونات هي اللي مختلفه، فعشان كده بيعمل لي حاجه اسمها النظائر. طيب مستويات الطاقه بقى يا مستر. مستويات الطاقه دي هي مناطق وهميه بتدور فيها ايه؟ الالكترونات حول النواه، كل واحده حسب طاقتها. كل واحده حسب ايه؟ حسب طاقتها. ليه بقى؟ هي بتدور يا مستر الالكترونات حول النواة في مدارات محددة تسمى بمستويات الطاقة. بتسمى بايه؟ بمستويات الطاقة. انا عندي كام مستوى طاقة؟ هم 7 مستويات طاقة رئيسيين. 7 مستويات طاقة رئيسيين. عارف كده حروف الانجليزي؟ يلا نقولهم مع بعض. هو بيبدأ بالايه يا مستر؟ بالكي، كي ال ام ان او بي كيو. دول السبع مستويات الرئيسية بتاعتي. طيب كل مستوى طاقة رئيسي بيتكون من مستويات تحت منه، مستويات اسمها مستويات ايه؟ مستويات طاقة فرعية بتدور فيها الالكترونات بأشكال مختلفة. بأشكال ايه؟ مختلفة. طيب يمكن تحديد عدد الالكترونات اللازمة لتشبع المستويات الطاقة الأربعة الأولى. هما القانون ده بينطبق على أول 4 مستويات فقط. طيب ايه هما العلاقه دي يا مستر؟ اللي هي 2 تربيع. 2 تربيع يعني ايه؟ ان ده هو رقم مستوى الطاقه الرئيسي، ان ده هو رقم مستوى الطاقه الرئيسي. يعني المستوى الاول بيشيل ايه يا مستر؟ اقول له كده 2 في 2 سوري 2 في 1 اس 2 اللي هي هتطلع بكام؟ ب2 الكترون. طيب تعالى على المستوى الثاني، اقول له 2 في 2 اس 2 هتطلع بكام؟ تطلع يا مستر ب 8 الكترون. طيب الثالث اقول له 2 في 3 اس 2 هتطلع بكام؟ 18 الكترون. المستوى الرابع 2 في 4 اس 2 تطلع بكام؟ ب 32. طب الخامس لا، احنا قلنا ايه؟ اول 4 مستويات طاقه بس، دول اللي بينطبق عليهم ايه؟ العلاقه دي. تمام. نيجي بعد كده يا مستر على قواعد توزيع الالكترونات في مستويات الطاقه. مالها يا مستر؟ بتملأ المستويات الأقل في الطاقة بالإلكترونات الأول، بعد كده المستويات الأعلى في الطاقة. يعني ببدأ يا مستر من الكيو ولا ببدأ من الكي؟ لا طبيعي ببدأ من الأقل، ببدأ من الكي، أخلص الكي أخش على ال، أخش على الام، وهكذا. كل واحد حسب عدده الذري إيه أو عدد الإلكترونات اللي عنده إيه. تمام؟ تمام. يبقى إحنا كده خلصنا أهو أول صفحة يا مستر عندي في البوستر. إيه ده؟ الدنيا سهلة كده؟ الدنيا سهلة. طيب تعالى نخش على الصفحة التانية، يلا بينا. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان مستويات الطاقة الخارجية لأي ذرة لا تتحمل أكتر من 8 إلكترونات. ما بتتحملش غير ايه؟ 8 إلكترونات. يعني ببدأ بس بالكي اهو، يعني احنا لو كملنا باستثناء ايه؟ الكي بيتحمل ايه؟ 2 فقط. 2 ايه؟ 2 فقط. ببدأ بالكي 2، بعد كده ال ام ان او بي كيو لغاية الآخر بستخدم 8 إلكترونات فقط. 8 إلكترونات. طيب تمام. نخش على النظائر. نخش على ايه؟ على النظائر. النظائر دي ايه؟ هي صور مختلفة لذرات العناصر لذرات سوري العنصر الواحد، لذرات العنصر الواحد. ليه؟ لأنها بتتفق في العدد الذري. العدد الذري بيكون متشابه زي بعض، لكن بيختلف في العدد الايه؟ الكتلي. بيختلف في العدد الايه؟ الكتلي. طيب علل.
وجودنا يسمى بالنظائر اللي لسه قايلها لك لاختلاف عدد النيوترونات في انواع ذراتها، لاختلاف عدد النيوترونات في انواع ايه؟ في انواع ذراتها. طيب تمام. عندي نظائر اللي احنا خدناها عندي في الدرس يا مستر هو نظائر الهيدروجين. نظائر الايه؟ الهيدروجين. قلت لك بروتيوم، ديوتيريوم، تريتيوم. بروتيوم، ديوتيريوم، تريتيوم. بروتيوم، برو يعني واحد. يعني ايه؟ يعني واحد، يعني اتش واحد واحد، عدد الذري واحد والكتلي واحد، عشان ما فيهوش اصلا يا مستر نيترونات. ما فيهوش ايه؟ نيترونات. البروتيوم ما فيهوش نيترونات، فيه بروتونات بس، في بروتونات ايه بس. طيب ديوتيريوم، لا ديوتيريوم بقى طلع فيه واحد ايه نيترونات، واحد ايه نيترونات، يبقى بقى فيه بروتونات ونيترونات. طيب هنا يا مستر بقى فيه بروتون واتنين نيترون، اتنين ايه نيترون، فعشان كده قلت اتش واحد ايه تلاتة، هنا اتش واحد اتنين، العدد الكتلي بتاعه اتنين، لان العدد الكتلي بروتونات ونيترونات، نيترونات. طيب تمام تمام كده احنا خلصنا الدرس الاول وفرمناه. طيب ايه ده يا مستر؟ كده احنا لمينا الدرس الاول. لمينا الدرس الاول في قد ايه؟ مش هتلاقينا خدنا مثلا ربع ساعه بالكتير. طيب يلا نخش على الدرس التاني. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يا مستر نخش على الدرس التاني. بيقول لي ايه بقى؟ الدرس التاني كان بيتكلم عن محاولة تصنيف العناصر، الجدول الدوري مندليف موزلي والجدول الدوري الحديث والكلام ده كله اللذيذ الجميل. طيب هتلاقي يا مستر البوسترات عندك، هتلاقي فيه لما هتبعت لي ان شاء الله هبعت لك ايه بوسترين، ملفين يعني. هتلاقي واحد فيه اللي احنا شارحينه ده، وهتلاقي واحد فيه الجدول الدوري بكل تفاصيله. تمام تمام. وبرضه هنشتغل عليه دلوقتي وهوريك كل حاجه فيه، ما تقلقش خالص. طيب يجي يقول لي ايه؟ يقول لي علل. تعددت محاولات العلماء عشان يصنفوا العناصر دي. ليه؟ عشان يسهلوا دراستها عليا يا مستر، واقدر استنبط العلاقات بين العناصر، خاصه الفيزيائيه والكيميائيه، خاصه الفيزيائيه والايه والكيميائيه. طيب تمام. عندي العالم رذرفورد ايه مديك كده عنه معلومتين، ان هو عالم نيوزيلندي واكتشف ان نواة الذره بتحتوي على ايه؟ بروتونات موجبه الشحنه، بروتونات موجبه الشحنه. ده كده اللي عمله العالم ايه؟ رذرفورد، اللي عمله العالم رذرفورد. طيب بعد كده نخش على العالم موزلي. قال لك هو ايه؟ هو عالم يا مستر، عالم انجليزي. موزلي هو انجليزي. طيب اكتشف ان دورية خواص العناصر ترتبط باعدادها الذرية وليس كتلة الذرة، اعدادها الذرية وليس كتلة الايه؟ كتلة الذرة، كما كان يعتقد مين؟ الحاج مندليف. الحاج ايه؟ مندليف. طيب نخش بعد كده على الاساس العلمي لتصنيف العناصر. احنا صنفنا العناصر ازاي يا مستر؟ صنفناهم، مندليف صنفها حسب كتلة الذرة، موزلي صنفها حسب اعدادها الذريه. جه بقى العلماء في الجدول الدوري الحديث صنفوه حسب ايه؟ حسب اعداد الذريه وحسب طريقه ملء مستويات الايه؟ الطاقه بتاعتها بالالكترونات، المستويات الفرعيه بالايه؟ بالالكترونات. طيب تمام. نخش بقى على المجموعة اللي هي صفرية، أو اسمها مجموعة الغازات النبيلة أو مجموعة الغازات الخاملة. دي مالها يا مستر؟ دي بتنتهي التوزيع الإلكتروني بتاعها ب8 إلكترونات. لازم تلاقيها كده منتهية ب8 إلكترونات عشان أقدر أقول عليها إن هي إيه؟ إن هي غاز خامل. شرط يا مستر يكون 8 إلكترونات؟ لأ، ما ممكن يكون اتنين وايه ومليانين. لو هو في اول مستوى خالص هو ايه؟ ما عندوش مكان يستقبل ايه حاجه تاني. تمام تمام. معلومه كده يا شباب، ان العناصر كلها بتكون عايزه ان هي تستقر، فبتكون عايزه تفقد او تكتسب عشان توصل للثمانيه وتبقى ايه؟ خامله، وتبقى ايه؟ خامله. طيب تمام. ينتهي توزيع الالكترونات ب8 الكترونات زي ما قلت لك. عدا الهيليوم اللي هو الاتش اي بينتهي بايه؟ ب2 الكترون فقط. عندي حاجه زي الارجون اهي 18، اقول 2 8 8، انتهى بايه؟ انتهى ب8 يا مستر. طيب تمام. نيجي كده يقول لك ايه؟ يقول لك علل ايه؟ اعاده ترتيب العناصر في الجدول الدوري الجديد، او الجدول الدوري الجديد يعرف بجدول الدوري الحديث. ليه؟ بسبب ظهور بعض اوجه القصور في جدول مندليف يا مستر هو ما غطاليش الجدول كله، هو كان عنده بعض المشاكل برضو زي ما احنا شرحناها في فيديو الشرح. طيب بيصعب التعرف على أشباه الفلزات من إلكترونات التكافؤ. ليه؟ لاختلاف عدد الإلكترونات في مستويات الطاقة الخارجي. أشباه الفلزات ما بيكونش ليها عدد مظبوط في الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير. طيب تتشابه عناصر المجموعة الواحدة في الخواص الكيميائية لأنها تتفق في عدد الإلكترونات مستوى الطاقة إيه؟ الأخير. يعني يا مستر بصنفهم مجموعة واحدة حسب إيه؟ حسب اتفاقهم في عدد إيه؟ الإلكترونات مستوى الطاقة إيه؟
الاخير، مستوى الطاقة الاخير. طيب تمام. نيجي على الكترون التكافؤ، نيجي على الكترونات الايه التكافؤ. مالها يا مستر الكترونات التكافؤ دي؟ هي الكترونات مستوى الطاقة الأخير لذرة الإيه؟ العنصر. يبقى الكترونات مستوى الطاقة الأخير دي بسميها الكترونات التكافؤ. طيب يجي شوية أسئلة كده يقول لي علل إيه؟ تكافؤ مجموعة الغازات الخاملة يساوي صفر. ليه يا مستر؟ لأنها مكتملة. لأنها إيه؟ مكتملة في الإلكترونات ذرتها في إيه؟ فلا تحتوي على تركيب لويس لها من إيه؟ على إلكترونات مفردة. إحنا قلنا إلكترونات التكافؤ دي لما بوزع في إيه توزيع لويس بقدر اجيب التكافؤ من الالكترونات الايه المفرده. فانا هنا دول 8 ما عنديش الكترونات ايه مفرده اصلا. طيب درجة انصهار وغليان عنصر الليثيوم والبوتاسيوم أعلى من درجة حرارة الغرفة. ليه؟ لأنهم غازات صلبة، عناصر صلبة، عناصر صلبة في درجة حرارة الغرفة. طيب درجة انصهار وغليان عنصر الكلور أقل من درجة حرارة الغرفة لأنه عنصر غازي في درجة حرارة الغرفة، عناصر غازية. طيب تمام كده احنا خلصنا يعتبر الدرس التاني. بس ثانية واحدة هننقل على البوستر التاني اشرح لك الجدول الدوري بالتفصيل على السريع ونرجع تاني نكمل الدرس التالت. يلا بينا. هتلاقي هو ده مستر شكل البوستر التاني. تعالى كده نمسكه واحدة واحدة ونشتغل فيه. ده كده شكل الجدول الدوري. ثانية واحدة. ده كده يا شباب شكل الجدول الدوري بتاعي زي ما هو متقسم بالعناصر بتاعته. طيب تعالى بقى نفهم الجدول الدوري ده اصلا بيتكلم عن ايه. عن يا مستر عدد عناصر الجدول الدوري الحديث لغايه دلوقتي هم 118 عنصر زي ما احنا عارفين. طيب عدد الدورات نفسها، الدورات كده كام دوره؟ هم 7 دورات. طيب كام بقى مجموعه يا مستر؟ كام مجموعه؟ هم 18 مجموعة. 18 مجموعة. يبقى 118 عنصر 18 مجموعة. 118 عنصر 18 مجموعة. كام دورة؟ 7 دورات. طيب عندي فيهم 4 فئات S B D F. ادي الاس والبي والدي والاف. تمام. عدد مجموعات الفئة S كام؟ 2. طيب B 6. تمام. عدد عناصر الدورة الأولى كام عنصر؟ هم عنصرين. دي معلومات مهمة. طيب عدد عناصر الدورة الثالثة كام؟ هم 8 عناصر. تمام. عدد عناصر الدورة الثانية كام؟ 8 عناصر برضو. طيب يبقى الثانية والثالثة 8 عناصر. الدورة الرابعة 18 عنصر. ليه يا مستر؟ لأني بدأت أدخل عليه المجموعة دي المجموعة دي. طيب تمام. يبقى المجموعة دي كده أقدر أقول إن عدد عناصر المجموعة دي كام عنصر؟ هم 10 عناصر. كام عنصر؟ 10 عناصر. تكافؤ الغازات الخاملة زي ما قلت لك بيكون صفر. بيكون صفر. طيب تمام. نيجي بعد كده بيقول لي مواقع الفئات بتاعتي الاس والبي. موقعها الفئة اس بتكون يسار الجدول الدوري الحديث. طيب البي بتكون يمين الجدول الدوري الحديث. تمام. مستر عندي بيتكون من مجموعتين. مجموعتين 2A 1A و2A. طيب جميع عناصرها من الفلزات باستثناء عنصر الهيدروجين. يبقى كلها يا مستر فلزات ما عدا ما عدا الهيدروجين هو الوحيد اللي ده غاز. طيب الفئة B بتتكون من 6 مجموعات بين المجموعة 3A إلى المجموعة الصفر أو المجموعة الغاز الخاملة، مجموعة الغازات الخاملة. طيب بتضم عناصر من الفلزات واللافلزات واشباه الفلزات والغازات الخامله. يعني دي واخده كشري كوكتيل كله كده على بعضه، كله على بعضه. طيب تمام. نيجي يا مستر على المقارنه بين الفئه دي والفئه اف. طيب الفئه دي والفئه اف يا مستر ازاي بقى المقارنه بينهم او هما الاختلاف بينهم؟ الفئه دي هي بتشمل نص الجدول الدوري. طيب جميع عناصرها فلزات. جميعها فلزات. بيبدأ ظهورها من الدورة الرابعة وتسمى بعناصر الفلزات الانتقالية. طيب الفئة اف هي بتقع اسفل الجدول الدوري الحديث. بتتكون من سلسلتين اللانسينات والاكتينيدات وجميعها فلزات. يبقى دي جميعها فلزات. يبقى مستر الفئة دي والفئة اف والفئة اس فلزات. فلزات. يبقى دي واف فلزات. تعالى اعمل لك هنا برضو ان هي فلزات. تمام. فلزات. تمام. الفئة بي هي اللي بتحتوي على الباقي فلزات ولا فلزات واشباه فلزات وغازات خاملة. طيب تمام.
نيجي بقى كده على تجميعة حلوة قوي من المجموعات. بين ايه؟ بين المجموعات، المجموعة الأولى والتانية والمجموعة رقم 17 و 18. طيب المجموعة الأولى دي اللي هي 1A اللي اسمها ايه؟ اسمها فلزات الأقلاء. طيب المجموعة التانية يا مستر اللي هي 2A اسمها ايه؟ فلزات الأقلاء الأرضية. المجموعة ال 17 أو ال 7A بسميها مجموعة الايه؟ الهالوجينات، جينات. طيب مجموعة ال 18 اللي هي المجموعة الصفرية بسميها بالغازات النبيلة، الغازات الايه؟ النبيلة. طيب 1A و 2A دول تبع الفئة اس. طيب 7A والصفرية اللي هم تبع المجموعة B او سوري تبع الفئة B. طيب بالنسبة لمستر طبعا للفئة اس قلت لك بتكون موجودة في يسار الجدول الدوري الحديث، و B بتكون يمين الجدول الدوري الحديث. تمام. الفئة 1A بتكون أقصى الفئة سوري أقصى الجدول الدوري الحديث، وبرضو الصفرية بتكون أقصى يمين الجدول الدوري الحديث. عدد الإلكترونات مستويات الطاقة الخارجي لذرتها هو 1 إلكترون. 1 إيه؟ إلكترون. طيب هنا بيكون 2 إلكترون، مش إحنا قلنا ال 1A تبقى 1، 2A تبقى 2، 7A تبقى إيه؟ 7 إلكترونات. والمجموعة الثامنة اللي هي الصفرية 8 إلكترونات باستثناء الهيليوم 2 إلكترون. الهيليوم 2 إيه؟ إلكترون. أمثلة يا مستر، أمثلة ثانية واحدة. مثال على ال 1A هو الليثيوم والصوديوم، 2A مغنيسيوم وكالسيوم، ال 7A فلور وكلور، والغازات الخاملة هيليوم ونيون وارجون والكلام ده كله. طيب زي ما لسه قايل لك ان نوع عناصرها ال 1A كلها فلزات باستثناء الهيدروجين، يبقى جميعها فلزات ما عدا الهيدروجين. ال 2A جميعها فلزات. طيب المجموعه يا مستر اللي هي الهالوجينات دي جميعها ايه؟ جميعها فلزات، يبقى الهالوجينات كلها فلزات، الهالوجينات كلها فلزات. طيب المجموعه الثامنه جميعها غازات خامله، المجموعه الثامنه جميعها غازات ايه؟ غازات خامله. تمام كده احنا خلصنا الدرس الثاني، فرمت لك كل حاجه عن الجدول الدوري ومندليف وموزلي وحديث وكل ده فرمناه. يلا بينا نخش على الدرس الثالث. خد نفسك كده وتعالى معايا، يلا بينا بقى نخش على المادة وخصائصها. ده كان الدرس الثالث، يلا بينا. بس قبل ما نخش على الدرس الثالث عايز اقول لك على حاجة مهمة جدا. انت لازم يكون قدامك المذكرة دي، تمام، او البوسترات دي تطبعها، تمام، وتذاكر معايا منها. ما ينفعش انت قاعد تتفرج عليا كده بتسمع وخلاص، مش هتستفيد حاجة وهتبقى انت ما بتعملش حاجة. فانت تطبعها وتخليها قدامك كده وتمشي معايا واحدة واحدة وتذاكر وتعلم. القرايه مع السمع مع ان انت تشوف مع ان انت تحرك بقك، هتلاقي نفسك ان شاء الله الدنيا تمام معاك وفهمت كل حاجه ولميت المنهج كله بسهوله. طيب تمام. نيجي بقى نخش على الدرس الثالث، وكان بيتكلم عن ايه؟ الماده وخواصها. كان عندي مواد نقيه، مركبات وعناصر وحاجات كتير كده. يلا بينا واحده واحده نخش فيهم. طيب المواد النقية مستر كانت مواد لا يمكن فصل مكوناتها بالطرق الايه؟ الفيزيائيه. مواد ما اقدرش افصلها. زي ايه؟ زي كان عندي عناصر ومركبات، كان عندي عناصر ومركبات من المواد النقيه دي. طيب المواد النقيه عناصر زي ايه؟ هي مواد نقيه لا يمكن فصل مكوناتها بالطرق الكيميائيه او الفيزيائيه زي الزئبق. طيب مركبات هي مواد نقيه مستر يمكن فصل مكوناتها بالطرق الكيميائيه زي اكسيد زئبق احمر. طيب يبقى انا عنصر ما اقدرش افكك مركباته، ما اقدرش افصلها، ما اقدرش مكوناته دي هي مكون على بعض، هو عنصر. لكن المركب اقدر افصلها، المركب اقدر افصلها. طيب تمام. نيجي على يقول لي علل. يعتبر الهيدروجين عنصر بينما الماء مركب. ليه؟ الهيدروجين يا مستر لانه ابسط صوره نقيه للماده، ما اقدرش افصل مكوناتها عن بعض، ما اقدرش اطلع مكونات تانية منها. لكن الميه مركب. ليه؟ لان يمكن افصل مكوناتها بالطرق الكيميائيه، هي H2O، اقدر اخرج الهيدروجين والاكسجين ده لوحده ده لوحده. تمام. المخاليط هي مواد مكونه من مادتين، مادتين او اكثر غير متحدين كيميائيا، اقدر افصلهم بالطرق الفيزيائيه عن طريق فصل المخاليط. ازاي؟ من طرق فصل المخاليط يا مستر 3 طرق: الترشيح والتبخير والتكثيف والفصل المغناطيسي المغناطيسي. طيب تمام. اقدر افصل ازاي؟
او استخدم التبخير امتى والترشيح امتى والفصل المغناطيسي امتى؟ تعالى اقول لك. لو المخاليط عندي متجانسه اللي هو محلول في بعضه، تمام، زي مثلا ميه وملح اللي هو محلول ملح او محلول خل، تمام، افصلهم ازاي؟ هي بتكون مخاليط اصلا لا يمكن تميز مكوناتها بالعين المجرده، ما اقدرش اشوفها بالعين المجرده، فافصلها ازاي؟ عن طريق التبخير والتكثيف. فالميه تتبخر والماده التانيه الملح او الخل هيتكثف. طيب مخاليط غير متجانسه دي اقدر اشوفها بعيني عادي جدا، زي محلول رمل في ميه مثلا، اقدر افصله عن طريق ايه؟ عن طريق الترشيح، زي ما قلت لك ملح وايه سوري، قلت لك رمل وميه. طيب تمام. نيجي على تركيب المواد. تركيب المواد. تتركب جميع المواد يا مستر من وحدات اصغر منها متشابهه تسمى ايه؟ تسمى جزيئات. طيب جزيئات دي بتتركب من وحده اصغر منها تسمى الذرات. يبقى انا قلت لك عندي الماده الكبيره بتتكون من جزيئات، والجزيئات بتتركب من ذرات. انواع الجزيئات دي ايه؟ عندي جزيئات العناصر وجزيئات المركبات. جزيئات عناصر وجزيئات ايه؟ مركبات. جزيئات العناصر دي تتركب من ذرات نفس نفس النوع، زي جزيء ايه؟ الاكسجين. طيب خدت ذره اكسجين مع ذره اكسجين عملت ايه؟ O2، جزيء O2. جزيئات المركبات بقى بتكون زي ايه؟ بتتركب من ذرات من انواع مختلفه، زي جزيء الميه H2O، خدت O مع H و H، ده كده ايه؟ عناصر مختلفه يا مستر مع بعض عمل لي جزيء ايه؟ جزيء مركب. طيب تمام. جزيئات العناصر دي مالها؟ هي بتكون احادية الذرة، ثنائية الذرة، عديدة الذرات. احادية الذرة بتتكون من ذرة واحدة، ثنائية الذرة من ذرتين، عديدة الذرات من عديد من ايه؟ الذرات. طيب احادية الذرة زي الكربون، جزيء الكربون، ثنائية زي الO2 جزيء الاكسجين لسه قايله لك، وعديدة زي جزيء الاوزون O3، 3 ذرات من الايه؟ من الاكسجين، 3 ذرات من الاكسجين. تمام. نيجي يا مستر على العنصر. العنصر هو ايه؟ العنصر حاجه لوحده وابسط صوره نقيه للماده، لا يمكن فصل مكوناتها بالطرق الفيزيائيه او الكيميائيه. عنصر واحد هو ما اقدرش افصل مكوناته اكتر من كده. تمام. نيجي على جزيئات المركبات. جزيئات المركبات مالها يا مستر؟ عندي جزيئات عضويه، جزيئات غير عضويه. قلت لك عضويه لازم يكون فيها كربون، عضويه لازم يكون فيها ايه؟ فيها كربون. طيب زي ايه؟ زي عندي جزيء الميثان CH4 اهو، كربون وحواليه اكسجين، الكربون حواليه ايه؟ اكسجين. يبقى هو مركبات كيميائيه بتحتوي على ذره او اكتر من ذره الكربون، مرتبطه مع ذرات هيدروجين بصفه اساسيه. لازم يكون فيه كربون، لازم يكون فيه ايه؟ كربون. طيب غير عضويه هي مركبات كيميائيه مش لازم تحتوي على كربون بصفه اساسيه، زي ايه؟ زي حمض النيتريك HNO3 اهو، ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش كربون اصلا. طيب تمام كده. نيجي على المركب. احنا كده خدنا العنصر، نيجي على المركب. هو ماده نقيه يا مستر، بتتكون من ايه؟ من اتحاد كيميائي لمادتين او اكثر، عنصرين او اكثر، بنسب كتليه ثابته يمكن فصل مكوناتها بطرق ايه؟ كيميائيه. اقدر افصل مكوناتها بطرق كيميائيه. طيب تمام. الصيغه الجزيئيه ايه؟ صيغه رمزيه بتعبر عن نوع وعدد ذرات العناصر المكونه للجزيء، مثل ايه؟ الصيغه الكيميائيه لحمض النيتريك. تمام. بيصل يا مستر عدد الذرات في الجزيء الواحد في المركبات العضويه الى الالاف من الذرات، زي ايه؟ زي بوليمر البلاستيك، زي فيتامين د، زي هيموجلوبين الدم. الحاجات دي كلها بتكون مكونه من العديد من الذرات. طيب عندي صبغة الأزرق النيلي. الصبغة الأزرق النيلي هو مركب كيميائي صيغته زي ما أنت شايفه قدامك كده CaCuSi4O 10 10، كون من كالسيوم، نحاس، ايه تاني؟ سيليكون، برافو عليك، واكسجين. طب تمام. استخدموا القدماء المصريين في التلوين على البرديات والتماثيل، وبيستخدم حتى الآن في تلوين المنازل في النوبة، وبيدي هو معلم من معالم السياحة الداخلية والخارجية، وبيدي أشكال كده شكل ايه؟ شكل حلو. طيب يتميز بين المواد عن طريق خواصها ازاي؟ خواص الفيزيائية والخواص الكيميائية.
خواص فيزيائيه مستر انا حاجه اقدر اشوفها بعيني، الشكل، حجم، لون، ملمس، يبقى ايه خواص يمكن ملاحظتها ظاهريا وقياس بعضها. لكن خواص كيميائيه ما اقدرش اشوفها، ما اقدرش ايه اشوفها، يبقى ايه خواص لا تحدث الا ايه حدوث تفاعل كيميائي، لازم تفاعل يغير شكلها ويديني ماده جديده، يغير شكلها ويديني ماده ايه جديده، يبقى يغير الشكل والتركيب ويديني ماده جديده، غير الشكل والتركيب ويديني ماده ايه ماده جديده. تمام تمام. نيجي على اخر حاجه عندي في الدرس ده، حاجه اسمها الايروجيل اللي احنا اتكلمنا عليه. قلت لك هي ماده شفافه الكثافه بتاعتها قليله، بيدخل الهواء في تركيبها بنسبه 99.8%، بتعد اخف المواد الصلبه المعروفه حتى الان. ليه؟ لانها بتتكون مثلا من 99% من الهواء. طيب بتكون صلبه متينه، تمام، وبتتميز بالعزل الكبير جدا، بتتميز بالعزل الايه الكبير جدا. طيب اقدر استخدمها في صناعه جواكت علماء الابحاث بالقاره القطبيه الجنوبيه بدل استخدام الفرو بتاع الدب. ليه؟ لانها بتحميهم، بتعزل الحراره وايه وتحميهم. لسه قايل لك ليها القدره على العزل الكبير، ليها القدره على العزل الايه الكبير. وابطل استخدم فراء الدب عشان احميه من الانقراض، احميه من الايه من الانقراض. وبكده يا ابطال نكون خلصنا الدرس الثالث في الوحده الاولى، شرح وفرم اهو في المراجعه النهائيه. يعني حاولت ان انا ما اسيبلكش اي نقطه غير لما نقولها ان شاء الله. نخش على الدرس الرابع، يلا بينا يلا بينا. نخش بقى على الروابط الكيميائيه عندي، الدرس الرابع والاخير في الوحده الاولى، يلا بينا. بيتكلم عن ايه يا مستر؟ بيتكلم عن خصائص الجزيئات. ايه هي خصائص الجزيئات دي؟ انا عندي كلوريد صوديوم NaCl، وعندي كلوريد هيدروجين HCl. بيتركبوا من ايه؟ بيتركب من ذرة صوديوم وذرة كلور Na وCl، والكلوريد هيدروجين بيتكون من H وCl هيدروجين وكلور. طيب حالة كلوريد الصوديوم بتكون حالة ايه؟ حالة بتاعته صلبة، لكن كلوريد الهيدروجين دي حالة ايه؟ حالة غازية يا مستر. طيب تفاعل بقى الحاجات دي، الكلوريدين دول يعني مع هيدروكسيد الصوديوم اللي هي الصودا الكاوية، لا يتفاعل كلوريد الصوديوم بينما يتفاعل كلوريد الهيدروجين. طيب تمام. عندي يا مستر يقول لي علل اختلاف خواص فيزيائية والكيميائية لجزيئات المواد. ليه؟ لاختلاف في التركيب الجزيئي أو جزيئات المواد عن بعضها في عدد الذرات، في النوع، في طريقة ارتباطها ببعضها بيختلفوا. طيب تمام. يقول لك سلوك الفلزات أثناء التفاعل. يعني مستر أنا عندي الفلزات واللافلزات الاتنين بيسلكوا سلوك أثناء التفاعل. طيب انا عندي الفلزات بتكون عايزه ايه؟ عايزه تفقد علشان ايه؟ عشان تصبح مستقره. هي الفلزات دي اللي هي ايه اصلا؟ الفلزات دي يا اما بتكون عندها 1 أو 2 أو 3 في مستوى الطاقه الاخير، فعايزه تفقدهم عشان تكون المستوى الاخير بتاعها مستقر، تكون ايه مستقره، تكون ايه خامله بقى. فبتعمل ايه؟ بتميل ذرات الفلزات الى فقد الكترونات مستوى الطاقه الخارجي بتاعها اثناء التفاعل الكيميائي. ليه؟ ليصبح مستوى الطاقه الخارجي مكتمل بالالكترونات، الكترونات، وتتحول الى ايون موجب اللي هو الكاتيون، بتحول الى ايون موجب اللي هو الكاتيون. طيب تمام. الايون الموجب هو ايه؟ هو ذره عنصر فلزي فقد الكترون او اكتر اثناء التفاعل الكيميائي. طيب يقول لي علل عندما تفقد ذرة الفلز إلكترون أو أكتر تتحول إلى أيون موجب، أيون موجب. ليه؟ لأن عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة مالها يصبح أكبر من عدد الإلكترونات السالبة يا مستر. البروتونات بقت أكبر من الإلكترونات. طيب سلوك اللافلزات اثناء التفاعل. يجي يقول لي كده ان اللافلزات الماستر هي بتكتسب، اللافلزات دي اللي هي بيكون عندها 5 أو 6 أو 7، فعايزه تكتسب عشان عشان تستقر. تستقر. الاسهل ان انا افقد 5 ولا اكتسب 3؟ لا اكتسب 3. فبتكون عايزه تكتسب، يبقى بتميل ذرات اللافلزات الى اكتساب. ليه؟ ليصبح مستوى الطاقه الخارجي مكتمل بالالكترونات وتتحول الى ايون سالب اللي هو اسمه انيون. يبقى الموجب كاتيون، السالب انيون. طيب الايون السالب هو ذره عنصر لافلز دي اكتسبت الكترون او اكتر اثناء التفاعل الكيميائي. طيب تاني؟ يقول لي علل
عندما تكتسب ذرة اللافلز إلكترون أو أكتر تتحول إلى أيون سالب. ليه؟ لأن الإلكترونات السالبة بتدور حول النواة يصبح أكبر من عدد البروتونات الموجبة، يصبح أكبر من عدد البروتونات الموجبة. تمام. يبقى عندي الأنيون هو ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترون أو أكتر أثناء التفاعل الكيميائي. يبقى أنيون هو اكتسب أو فقد، مش فارقة معايا. طيب تمام. نيجي على مقارنة بين الأيون الموجب والأيون السالب اللي هو الكاتيون والأنيون. يقول لك إن الكاتيون هو ذرة عنصر فلزي فقد إلكترون أو أكتر أثناء التفاعل الكيميائي. عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة بيصبح أكبر من الإلكترونات السالبة خارج النواة. طيب، وعدد مستويات الطاقة في الأيون الموجب أقل من عدد مستويات الطاقة في مستويات طاقة ذرته. يحمل عدد من الشحنات الموجبة يساوي عدد الإلكترونات المفقودة. بيحمل يا مستر شحنات موجبة بيساوي عدد اللي هو فقده. طيب، الأيون السالب أو اللي هو الأنيون هي ذرة عنصر لا فلزي اكتسب إلكترون أكتر أثناء التفاعل الكيميائي. عدد الإلكترونات السالبة اللي بتدور حول النواة بيبقى أكبر من الموجبة داخل النواة. وعدد مستويات الطاقة في الأيون السالب يساوي عدد مستويات الطاقة في ذرته. يحمل عدد من الشحنات السالبة يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة. يحمل شحنة سالبة، يحمل شحنة سالبة. طيب تمام. الغازات الخاملة أو الغازات النبيلة زي ما قلت لك هي عناصر لا تشترك في التفاعلات الكيميائية في الظروف العادية لاكتمال مستوى الطاقة الخارجي للإلكترونات، ذراتها بالإلكترونات. طيب، علل استقرار ذرات الغازات النبيلة بسبب بسبب اكتمال مستويات الطاقة الخارجي لذراتها بالإلكترونات. بسبب اكتمال مستويات الطاقة الخارجي لذراتها بالإلكترونات. طيب، الرابطة الأيونية هي رابطة كيميائية تنشأ نتيجة التجاذب الكهربي بين أيون موجب لذرة عنصر فلزي وأيون سالب لذرة عنصر لا فلزي. واحد فلزي مع واحد لا فلزي. يجي يقول لي علل، ده الرابطة الأيونية. تمام. طيب، يجي يقول لي علل. ينتج عن الرابطة الأيونية مركب أيوني متعادل الشحنة. ليه؟ لتساوي عدد شحنات الموجبة والسالبة مع بعض. الموجب والسالب متساويين. طيب، ينتج عن الرابطة الأيونية مركبات دايما. ليه؟ لأنها تنشأ بين فلز ولا فلز، ذرتين الاتنين مختلفين. طيب، ماشي يا مستر. نيجي على الصيغة الجزيئية اللي بكتب بيها الرموز الكيميائية. هي صيغة رمزية تعبر عن عدد ونوع الذرات المكونة للمركبات الأيونية. عشان أقدر أكتب الصيغة الجزيئية لمركب أيوني بأمشي على الخطوات دي، الثلاث خطوات دول. أكتب رموز العناصر المكونة للمركبين الأيونيين، أكتب تحتيهم التكافؤ بتاعهم. تمام. وبعد كده بختصر لو أقدر أختصر، وببدل بين الأرقام دي. يعني انا عندي ان الام جي ثنائي والبروم احادي، فبعمل بعمل تبديل. يبقى الام جي ياخد الاحادي والبروم ياخد الثنائي. تمام. الرابطة التساهمية هي رابطة كيميائية بتنشأ بين ذرات العناصر اللافلزية. العناصر اللافلزية عن طريق مشاركة كل ذرة بعدد من الإلكترونات. بشارك كل ذرة بعدد من الإلكترونات ليكتمل مستوى الطاقة الخارجي لها. تمام. أنواع الروابط التساهمية. عندي 3 أنواع من الروابط. ثلاث أنواع من الروابط. طيب، أحادية، ثنائية، ثلاثية. أحادية زي يا مستر؟ أحادية هي بتشارك فيها كل ذرة بإلكترون واحد. دي شاركت بإلكترون، دي شاركت بإلكترون زي الهيدروجين. ثنائية زي الأكسجين، دي بتشارك ب2 ودي بتشارك ب2. تمام. ثلاثية دي بتشارك ب3 ودي بتشارك ب3. دي عايزة 3 ودي عايزة 3. فيقول لك يلا خش جماعية مع بعض عشان نكمل بعض زي جزيء النيتروجين. النيتروجين. تمام. نيجي بقى على خواص المركبات الأيونية والمركبات التساهمية. الذوبان في الماء والتوصيل للكهرباء ودرجة درجة الغليان. ده كله اللي هنتكلم فيه. المركبات الأيونية معظمها بيدوب في المية. تمام. التوصيل الكهربية بتوصل التيار الكهربي سواء كانت مذابة في المية أو في حالة انصهار. يبقى المركبات الأيونية بتوصل مستر كهرباء.
درجة الانصهار المركبات الأيونية هي مرتفعة درجة الانصهار، مرتفعة في درجة الايه؟ الانصهار، مرتفعة في درجة الغليان. عندي بقى المركبات التساهمية، مالها يا مستر؟ المركبات التساهمية معظمها لا يذوب في الماء ولا توصل التيار الكهربي، منخفضة درجة الانصهار ودرجة الغليان، الاتنين ايه؟ الاتنين منخفضين. طيب تمام. نيجي نخش بعد كده على جزيء الميثان اللي هو CH4. CH ايه؟ CH4 هو ابسط يا مستر جزيء لمركب عضوي، احنا قلنا لازم يكون عضوي يكون فيه كربون، فده ابسط مركب عضوي. طيب ترتبط ذرة الكربون في جزيء الميثان باربع ذرات هيدروجين بروابط تساهمية احادية، يعبر عنها بالشكل عن الارتباط اللي الشكل اللي قدامي ده، عن الارتباط التساهمي في جزيء الايه؟ الميثان بطريقه لويس، زي ما في الشكل كده جايب لك الكربون ورابط لك بيه هيدروجين، 4 هيدروجينات اهم. تمام تمام كده ابطال البيولوجي احنا خلصنا الوحده الاولى، فرم وشرح ومراجعه من الاخر، لخصت لك كل النقط وكل ايه الحاجات المهمه، اسئله علل المهمه جدا 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 اللي بتلخبطك، كل ده اتلم على الوحده الاولى. خد لك كده بريك 15 دقايق ويلا بينا نرجع على الوحده الثانيه. يلا بينا يلا بينا يلا بينا ابطال البيولوجي نخش على الوحده الثانيه، وكانت بتتكلم على مجالات القوه، قوه كهربيه، مغناطيسيه، قوه الجاذبيه. يلا بينا نخش على اول حاجه وهي ايه؟ هي القوه الكهربيه. يجي اول حاجه كده خالص يقول لك علل كيف تنشا الكهرباء الساخنه. ايه ده يا مستر؟ عندي اصلا كهرباء ساخنه؟ دي كانت اللي بتنشا عند ايه؟ عند دلك او احتكاك مادتين معا من مواد ايه؟ مواد مناسبه. ده بيتسبب في ايه يا مستر؟ بيتسبب في انتقال الالكترونات من ماده الى اخرى، الالكترونات بتتنقل من ماده الى ماده ايه؟ الى ماده اخرى. طيب تمام. نيجي بعد كده على الكهرباء الساخنه دي نعرفها. هي ايه الكهرباء الساخنه؟ هي شحنات كهربيه متراكمه على اجسام الاسطح، فبتعمل ايه عند فقدها او اكتسابها؟ عند فقدها او ايه؟ او اكتسابها. الاجسام دي يمكن شحنها بشحنه كهربائيه سالبه. امتى او ازاي؟ لما يكون الجسم مصنوع من مواد غير موصله للكهرباء، غير موصله لايه؟ للكهرباء، زي الخشب والورق والصوف والحرير والزجاج. ايه ده؟ طب ما اقدرش يكون الماده دي موصله للكهرباء؟ لا ما اقدرش، بس اقدر في حاله واحده، لما يكون يا مستر الماده دي متوصله الماده دي موصله بس عليها ماده عازله، عليها ماده ايه؟ عازله. زي ايه؟ اهي اجسام مصنوعه من مواد لها القدره على التوصيل للكهرباء بشرط ايه؟ يكون الجزء المشحون منها ايه؟ معزول، عشان يمنع تسرب الشحنات الايه؟ الكهربيه. طيب زي ايه؟ زي الفلزات عندي والكربون. طيب يجي يقول لي علل انجذاب قصاصات الورق الى طرف ساق الابونايت تم دلكها بالصوف. ليه يا مستر ان الورق بينجذب لساق الابونايت لما اعمل لها احتكاك او ادلكها بالصوف؟ ليه؟ بسبب الشحنات الكهربيه الساكنه المتراكمه على طرف ساق ايه؟ الابونايت، بيكون عليها شحنات كهربيه ساكنه على الساق دي، فلما بقربها من الورق بيعمل ايه؟ بيحدث انجذاب او التصاق. طيب عدم انجذاب قصاصات الورق الى طرف ساق نحاس تم دلكه بالصوف، لان النحاس يا مستر ماله؟ ماده موصله للكهرباء التي ايه؟ يشترط شحنها ان يكون ايه؟ معزوله، لازم تكون معزوله عشان ما تسربش الشحنات دي الكهربائيه. طيب يقول لك كده توصل سيارات نقل الوقود بسلاسل معدنيه تلامس الارض. ليه يا مستر بوصلها بسلاسل معدنيه بتلمس الارض؟ عشان اتخلص من الشحنات الكهربائيه الساكنه اللي بتتولد عن ايه؟ سوري الصقر المتولده، ودي بتسبب لي ايه يا مستر؟ دي تقدر تسبب لي شرر، تسبب لي انفجار في الوقود، في سيارة الوقود ده إيه لو الشحنات دي ما اتفرغتش. طيب تمام. نيجي بعد كده عندي العالم شارل اوجستين دي كولوم، ده عالم فرنسي حط قانون بيوصف فيه القوة الكهربية بين الجسيمات المشحونة اللي هو قانون كولوم. تخليدا لذكر اسمه حطينا او سمينا يعني وحده قياس الشحنه الكهربائيه بالكولوم، وحده قياس الشحنه الكهربائيه بايه؟ بالكولوم. تمام تمام. نيجي بعد كده عندي على الايه؟ السلسله الكهروستاتيكيه، ودي هي ايه؟ هي ترتيب بعض المواد، برتب فيها بعض المواد حسب ايه؟ حسب المستر سهوله فقدها للالكترونات، حسب سهوله فقدها للايه؟ للالكترونات. طيب يجي يقول لي علل تشحن او تشحن ساق الابونايت بشحنه سالبه عند دلكها بقطعه من الصوف. ليه؟ لان عند دلك ساق الابونايت بالصوف تنتقل الالكترونات من الصوف الى، برافو عليك، الى الساق الابونايت ده، فتصبح شحنه الساق مالها؟ تصبح شحنه الساق سالبه. طيب يمكن شحن الماده الواحده بشحنه موجبه او سالبه؟ يا مستر على حسب الماده، على حسب الايه؟ الماده الدالكه. يعني ايه؟
يعني لو ترتيبها في متسلسلة النشاط الكيميائي أو سوري في تسلسلة السلسلة الكاروستاتيكية ترتيبها يسبق المادة دي، فدي كده هتبقى إيه؟ هتبقى شحنة سالبة، هتبقى إيه؟ شحنة سالبة. لكن لو دلكتها بمادة بتلي الشحنة دي سوري بتلي المادة دي، فهتبقى الشحنة بتاعتي موجبة، تبقى الشحنة بتاعتي إيه؟ موجبة. طيب تمام. عندي مانع الصواعق. مانع الصواعق ده نظام يستخدم لحماية المنشآت والمباني من ايه؟ من الصواعق والبرق والرعد والحاجات دي. طيب المجال الكهربي وخطوط المجال او خطوط قوى الكهربية. طيب المجال الكهربي هي المنطقة اللي حوالين الايه؟ حوالين الكهرباء، حوالين الشحنات الكهربية، المنطقة المحيطة بيهم بيظهر فيه أثر القوة دون اتصال. طيب خطوط القوى الكهربية ايه؟ عندي يا مستر هي خطوط الوهمية بتوضح المسار اللي بيتخذه الشحنة الموجبة صغيرة حرة الحركة موضوعة في مجال كهربي. يعني أصلا المجال ده مستر أنا ما بشوفوش، هو مجال إيه؟ مجال وهمي ما بقدرش أشوفه أصلا. طيب عندي جهاز اسمه الإلكتروسكوب ده بسميه برضو الكاشف الكهربي. بستخدمه في إيه؟ بستخدمه في حاجتين: أستدل منه على حالة الكهرباء بتاعت الجسم، واستدل منه على نوع الشحنة. استدل منه على ايه؟ حالة الكهرباء ونوع الشحن. تمام. لو الورق الذهب ده انفجر يبقى فيه شحنة، ما انفجرش يبقى ما فيش شحنة كهربية. طيب لو الساق موجب وتحت عملت تجاذب يبقى ده ايه؟ يبقى ده كده عكس بعض، الشحنة اللي تحت دي سالب. طيب لو برضو بعدت لا يبقى كده نفس الشحنة، كده نفس الايه؟ الشحنة. طيب تمام. نيجي بعد كده احنا كده خلصنا الدرس الاول في الوحده الثالثه، يلا بينا نخش على الدرس الثاني. يلا بينا. الدرس الثاني يا مستر كان بيكلمني عن القوة المغناطيسية. يجي يقول لي ايه بقى؟ اول حاجة خالص اهي يقول لي المغناطيس الطبيعي هو احد مركبات الحديد. المغناطيس هو احد مركبات الحديد، له القدرة على جذب بعض الاجسام المعدنية. له القدرة على جذب بعض الاجسام المعدنية. المغناطيس ده اكتشفوه في مغناطيسيا زمان خالص، ودلوقتي بدأ يتصنع في بداية القرن ال 19. تمام. بدأ صناعة المغناطيس في بداية القرن ال 19. تمام اهو. وقدر الانسان صنع اشكال المغناطيس من المغناطيس اطلق عليها المغناطيس الايه؟ الصناعي. قام الانسان سوري. طيب تصنيف المواد حسب ايه؟ حسب قابليتها للمغناطة. اقدر اصنفها ازاي؟ اصنفها لمواد مغناطيسيه ومواد غير مغناطيسيه. المواد المغناطيسيه هي مواد تنجذب للمغناطيس، مواد تنجذب للمغناطيس زي ايه؟ زي النيكل، زي الحديد، زي الصلب، زي الكوبل. طيب مواد غير مغناطيسيه لا تنجذب للمغناطيس زي فضه، نحاس، ذهب، الومنيوم. فضه، نحاس، ذهب، ايه؟ الومنيوم. طيب انا دول كنت بخليك تحفظهم ازاي؟ اقول لك ايه؟ نيكل، حديد، كوبالت، حديد مطوع. نيكل، حديد، كوبالت، حديد مطوع. نيكل، حديد، كوبالت، حديد مطوع. الصلب اللي هو الحديد او ايه؟ الحديد المطوع. تمام. يجي يقول لي علل. يعتبر الحديد من المواد المغناطيسيه. ليه؟ لان الحديد ينجذب للمغناطيس. برافو عليك. طيب لا تنجذب الالومنيوم الى المغناطيس. ليه؟ لان الالومنيوم ماده غير مغناطيسيه، من المواد الغير ايه؟ مغناطيسيه. طيب خواص المغناطيس ان قطب المغناطيس هي منطقة من المغناطيس تكون عندها القوة مغناطيسية أكبر ما يمكن عند الأقطاب وبتقل عند المنتصف. لو فاكر عند الأقطاب وبتقل عند إيه؟ بتقل عند المنتصف. طيب تمام. نيجي بعد كده على ايه؟ تتركز برودة الحديد عند القطب، لسه قايلها لك، لان القوة المغناطيسية تكون اكبر ما يمكن عند ايه؟ عند قطب المغناطيس. ماشي. ماذا يحدث عند تعليق مغناطيس حر الحركة من منتصفه؟ ايه اللي هيحصل؟ هياخد المغناطيس ده اتجاه ثابت دايما، هو اتجاه ايه؟ اتجاه يا شمال يا جنوب، اتجاه الشمال وايه؟ الجنوب. طيب لو جيت اقسم مغناطيس، عند تقسيم المغناطيس الواحد إلى عدة أجزاء كل جزء منه هيديني مغناطيس جديد، قطب شمالي وقطب جنوبي، قطب N وقطب S. لكن لا يمكن الحصول على قطب مغناطيسي منفرد لوحده. ما اقدرش احصل على N لوحده أو S لوحده، لازم المغناطيس يكون فيه القطبين، لازم المغناطيس يكون فيه إيه؟ القطبين. طيب تمام. عندي البوصلة بتتركب من ايه مستر؟ ابرة البوصلة الصغيرة دي هي حرة الحركة، مثبتة من ايه؟ من المحور. بتوضع البوصلة داخل علبة مصنوعة من مادة البلاستيك من مادة غير مغناطيسية زي البلاستيك والنحاس. ده البلاستيك والنحاس. ايه هي اصلا البوصلة دي يا مستر؟ البوصلة دي هي أداة قديمة
تستخدم لتحديد الاتجاهات الجغرافية. أداة قديمة تستخدم لتحديد الاتجاهات الجغرافية الأربعة. تمام. يجي بقى السؤال اللي بيلخبطكوا جدا: توضع البوصلة داخل علبة من النحاس أو البلاستيك ليه؟ حتى لا تنجذب الإبرة المغناطيسية وتعوق حركتها. لو العلبة البلاستيك دي أو العلبة المصنوعة فيها من مادة مثلا زي الحديد، إيه اللي هيحصل؟ الإبرة المغناطيسية، المغناطيس ده هينجذب ناحية الحديد ومش هيقدر أصلا، مش هيقرأ القراية هتكون مظبوطة دي لو كان في قراية أصلا، لأنه هينجذب إلى العلبة بتاعتها. طيب تمام. نيجي بعد كده على قانون التجاذب والتنافر، ان الاقطاب المتشابهه تتنافر والمختلفه تتجاذب. زي بعض تنافر، زي بعض تنافر، عكس بعض تجاذب، عكس بعض التجاذب. طيب تمام. ماذا يحدث عند تقريب قطب شمالي الى قطب جنوبي اخر للمغناطيس؟ ايه اللي هيحصل؟ هيتجاذب قطب المغناطيس، هيتجاذب قطب المغناطيس. طيب المجال المغناطيسي هو ايه؟ هي منطقة تحيط بالمغناطيس وتظهر فيها اثر قوته. مجال المغناطيسي زي المجال الكهربي زي مجال الجاذبية، كلهم زي بعض. طيب خواص خطوط المجال المغناطيسي: هي خطوط وهمية لا تتقاطع مع بعض، ما بتتقاطعش مع بعض، كل واحد بياخد شكل لوحده بعيد عن التاني. يبدأ تدفقها من القطب الشمالي إلى الجنوبي، بتبدأ من الشمالي للجنوبي، من الشمالي إلى الجنوبي. تتزاحم عند الأقطاب وتقل وتبتعد بالابتعاد عن الأقطاب، بتبتعد عن كلما بعدت عن الأقطاب. طيب تمام كده احنا نكون خلصنا الدرس التاني. يلا بينا نخش على الدرس التالت ونفرمه ونكون خلصنا الوحدة التانية. يلا بينا. عندي مستر كان جالي الدرس بيكلمني عن قوى الجاذبية، وصنفت قوى الجاذبية ساعتها إلى نوعين من القوة: قوة تلامس وقوة مجال. قوة تلامس قوة مجال. قلت لك التلامس دي ان انا لازم المسها، لازم انا اثر عليها عشان تتحرك. يبقى تؤثر على الاجسام عند تلامسها وليس لها مجال، ملهاش مجال. زي زي قوه تصادم العربيات، ما حصل تصادم او تلامس هنا. قوه احتكاك، بحك حاجه في حاجه. قوه مرونه، شايفين البنت دي عندها قوه مرونه. تمام. يبقى تصادم، احتكاك، مرونه، دي من قوه التلامس. لازم يحصل فيها لمس، لازم يحصل فيها تدخل بشري. لكن قوة المجال هي تؤثر على الأجسام عن بعد معين دون تلمسها، ما بلمسهاش، هي بتحصل لوحدها. بتحصل لوحدها بين الأجسام وبعضها. زي القوة الكهروستاتيكية، القوة المغناطيسية، القوة الجاذبية. خدنا الكهروستاتيكية وخدنا المغناطيسية في أول درسين، وهناخد الجاذبية في الدرس الثالث. تمام. يجي عندي يقول لي أول حاجة خالص كده: علل. قوة الاحتكاك ليس لها مجال على عكس قوى الجاذبية والكهربية والمغناطيسية ليهم مجال. ليه؟ لأن قوة الاحتكاك يا مستر هي بتنشأ عند عند تلامس جسمين. عند تلامس جسمين. حط دايرة على كلمة تلامس. عند عند تلامس. طيب بينما باقي القوة مالها؟ باقي القوة يمكن تأثير على الأجسام عن بعد. يعني المغناطيس، لو أنا حطيت المغناطيس أهو مثلا وقطعة حديد، إيه اللي هيحصل؟ بص كده من بعيد هينجذبوا لبعض، من بعيد كده هينجذبوا لبعض. طبعا مش مغناطيس، من بعيد كده هينجذبوا لبعض. تمام. نيجي على مجال الجاذبية الأرضية. هو هو الحيز اللي بتأثر فيه قوى الجاذبية الأرضية على الأرض او على الاجسام الماديه الموجوده داخل بقوه جذب ارضيه، جوه الجذب نحو مركز الارض. تمام. عندي عمك اسحاق نيوتن لما كان قاعد تحت الشجره وكان قاعد مستجم كده، لقى التفاحه وقعت عليه. قال لك ايه ده؟ هو ليه التفاحه دي ما طلعتش فوق، ما نزلتش تحت، يمين شمال؟ وصل في الاخر ان هو قال لك اكتشف العالم اسحاق نيوتن ان كل الاجسام الموجوده في الكون مالها بتجذب بعضها البعض، بتجذب بعضها لبعض. وتقديرا لاسهاماته العلميه ده اطلق عليه اسم وحده القياس، وحده قياس القوه باسم نيوتن. يبقى وحده قياس القوه اسمها نيوتن. اسمها نيوتن. طيب قوة الجاذبيه يا مستر مالها؟ هي نوع من قوى المجال، نوع من قوى المجال. بتأثر على جسمين في اتجاهين متضادين وبنفس المقدار. بتأثر على على جسمين في اتجاهين متضادين وبنفس المقدار. تزداد قوى الجاذبية بزيادة كتلة الجسمين. بتزداد قوى الجاذبية بزيادة بزيادة كتلة الجسمين. طيب تقل قوى الجاذبية بزيادة مسافة بين الجسمين. كل ما المسافة تقل تزيد القوى الجاذبية. كل ما القوى الجاذبية تقل المسافة
تزيد. يبقى العلاقه هنا ايه؟ العلاقه هنا عكسيه. العلاقه هنا ايه؟ عكسيه. كل ما ده يزيد ده يقل. لكن قوه الجاذبيه كل ما ازود كتله الجسم كتله الجاذبيه قوه الجاذبيه ايه؟ تزيد. يبقى دي علاقه ايه؟ دي علاقه طرديه. علاقه ايه؟ طرديه. كل ما ده يزيد ده يزيد. طيب تمام. أهمية قوى الجاذبية، أهميتها إيه؟ بالرغم من مستر إن هي ضعف في قوى الجاذبية مقارنة بباقي القوى الموجودة زي القوى الكهربية أو القوى المغناطيسية، إلا إنها مهمة. مهمة ليه؟ لاستقرار الأجسام على الأرض. أنت لو مفيش قوة جاذبية أنت تلاقي نفسك طاير، صح كده؟ هتلاقي البتاعة دي الفازة دي طايرة، هتلاقي القلم ده طاير، هتلاقي أنا ذات نفسي طاير، هتلاقي كل حاجة طايرة قدامك لو مفيش قوة إيه؟ جاذبية. حركة سقوط الأمطار، أنت مش بتلاقي الأمطار نازلة كده على الأرض، نازلة باتجاه مركز الارض. لو مفيش جاذبيه هتلاقي ايه؟ هتلاقي المطره دي طالعه فوق نازله تحت يمين شمال، مش هتعرف ايه توصل لها اصلا ولا توصل للارض. طيب سقوط الاجسام باتجاه الارض زي ما احنا لسه قايلين. طيب تمام. في حركات بتأثر عليها قوى الجاذبية زي حركة المد والجزر. المد والجزر هي من النتائج المترتبة على حدوث ايه؟ تجاذب القمر يا مستر والأرض. القمر والأرض حصل قوة ايه؟ تجاذب. لسه قايل لك اهو تجاذب. طيب المد والجزر يجي يعرفوا لي كده، يقول لي هي ظاهرة طبيعية تحدث نتيجة لوجود قوة ايه؟ قوة تجاذب بين القمر والأرض. قوة تجاذب بين القمر والأرض. تمام. وفيها تحدث تغيرات دورية من ارتفاع وانحسار الماء في البحار والمحيطات. ارتفاع وانحسار في المحيطات والبحار. طيب تمام. الثقب الأسود اكتشف العلماء في بداية القرن العشرين مناطق في الفضاء هي تسمى الثقوب السوداء. بتشكل المناطق دي او هذه الثقوب دي بيكون ايه يا مستر؟ هي بتكون نجم ضخم في نهاية حياته. انكماش نجم ضخم في نهاية حياته. حط خط كده ولا دايرة على كلمة نجم ضخم دي عشان هيلعب بيها كتير. هو ايه؟ انكماش نجم ضخم. انكماش نجم ضخم. طيب تتميز الثقوب السوداء بجاذبية هائلة لدرجة ان الضوء لا يستطيع الهروب منها. الجاذبية بتاعتها ايه؟ كبيرة، الضوء لا يستطيع الهروب منها. تمام. الحركة المدارية هي قوة تجاذب بين أي جسم يدور في مسار منحني في الفضاء حول جسم آخر مركزي. زي إيه؟ زي حركة القمر، زي حركة الأرض، زي حركة الأقمار حول الأرض. الأقمار يا مستر نفسها، الأقمار نفسها. زي حركة إيه؟ زي حركة الأرض حول الشمس، زي حركة الأقمار الصناعية حول الأرض. هنا لسه قايلها لك. يبقى القمر حول الأرض، الشمس أو سوري الأرض حول الشمس، وحركة الأقمار الصناعية حول الأرض. الأقمار الصناعية حول إيه؟ حول الأرض. طيب تمام. اخر حاجه في الدرس ده كان بيقول لي ايه؟ بيقول لي العلاقه بين الوزن والجاذبيه. العلاقه بين الوزن والجاذبيه. يجي يقول لك كده علل عند النظر الى كتله كل من بيضه النعام وبيضه الفراخ. هنلاحظ ان ايه؟ كتله النعام، بيض النعام اكبر من الفراخ. ليه؟ لان المقدار اللي جوه اللي بتحتويه بيضه النعام اكبر من الايه؟ ما تحتويه الدجاج من الماده. صح كده. يبقى اجي اعرف كده الكتله اقول هي ايه والوزن اقول هي ايه. الكتله هي مقدار ما يحتويه الجسم من ماده. مقدار ما يحتويه الجسم من ايه؟ من الماده. ودي بتقدر بوحده ايه؟ الكيلو جرام. بوحده الايه؟ الكيلو جرام. طيب لكن الوزن يا مستر؟ لا، الوزن هو ايه؟ هو قوه جذب الارض للجسم. قوه جذب الارض ليه؟ الجسم. ودي بتقدر بوحده النيوتن. لسه قايلين تقدير العام ايه؟ اسحاق نيوتن اللي اكتشف لي الموضوع ده. طيب اقدر احسب يا مستر الوزن والكتله والشده دول ازاي؟ انا عندي المثلث ده، والمثلث ده مهم جدا. عرفته؟ انت عرفت الثلاث قوانين دول لما تعرف المثلث. المثلث بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان وزن تساوي كتله في ايه؟ في شده. وزن تساوي كتله في شده. وزن اللي هو دبليو بتساوي كتله اللي هي ام في شده الجاذبيه اللي هي جي. طيب عايز الوزن، اخبي الوزن كده يا مستر، يبقى اقول له كتله في شده. طيب يبقى ايه؟ ام في جي. طيب عايز الكتله، اخبي الكتله، يبقى ايه؟ وزن على شده، دبليو على جي. تمام. شده الجاذبيه، اخبي اللي انا عايزه، اخبي شده الجاذبيه، بقول له ايه؟ وزن على كتله، دبليو على ام. دبليو على ايه؟ دبليو على ام. تمام. اللي انا عايزه بخبيه واجيب الباقي. اللي انا عايزه بخبيه واجيب الايه؟ الباقي. تمام. نيجي بعد كده يقول لي ايه؟ يقول لي علل وزن الجسم غالبا اكبر من كتلته. ليه يا مستر؟ لان الوزن بيكون حاصل ضرب الكتله في شده. حاصل ضرب الكتله في شده. طيب وزن الجسم بيتغير من كوكب لاخر. وزن الجسم مستر بيتغير من كوكب لاخر. طب ازاي وليه؟ بسبب تغيير شده مجال الجاذبيه. كل كوكب ليه شده مجال جاذبيه
لوحده. وزن الجسم في الفضاء الخارجي بينعدم بيساوي صفر، لأن شدة المجال الجاذبية الأرضية في الفضاء مالها بتساوي صفر. شدة المجال الجاذبية الأرضية في الفضاء بتساوي صفر. بتساوي إيه؟ بتساوي صفر. طيب نيجي كده أعمل لك مقارنة بين الكتلة والوزن. الكتلة يا مستر مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. طيب الوزن قوة جذب الأرض للجسم. وحدة قياس الكتلة كيلو جرام. وحدة قياس الوزن نيوتن. الكتلة مالها؟ الكتلة ثابتة لا تتغير بتغير المكان. لا تتغير بتغير المكان. يعني قلت لك الكتلة هنا زي الكتلة هنا، زي الكتلة فوق دماغك، زي الكتلة فوق السطح، زي الكتلة تحت الأرض، زي الكتلة في المية، في النار، في أي حتة. الكتلة ثابتة. الكتلة إيه؟ ثابتة ما بتتغيرش. لكن الوزن لا يا مستر، الوزن بيتغير بتغير المكان. الوزن بيتغير بتغير إيه؟ المكان. ليه؟ لأن الوزن حاصل ضرب الكتلة الثابتة في شدة الجاذبية اللي هي غير ثابتة، فالوزن بيطلع إيه؟ بيطلع غير ثابت. الوزن بيطلع غير إيه؟ غير ثابت. تمام؟ تمام. بكده يا أبطال احنا نكون خلصنا فرم وشرح ومراجعة الوحدة التانية. كده احنا خلصنا نص المنهج، فاضل لك كده الوحدة التالتة والوحدة الرابعة. خد لك كده بريك 15 دقايق ونرجع نكمل تاني مع بعض. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يا أبطال البيولوجي، نخش على الوحدة التالتة. يلا بينا. الوحدة التالتة يا مستر كان بيتكلمني عن ايه؟ بيتكلمني عن الخلايا والحركة والكلام ده كله. طيب يعني ايه؟ اول درس اصلا كان بيكلمني عن الخلايا والحياة. يعني ايه الخلايا؟ الخلية هي وحدة بناء ووظيفة الكائن الحي. زي ما كنا لسه قايلين في الوحدة الأولى إن الذرة وحدة تركيب وبناء المادة، هي الخلية وحدة بناء وتركيب الإيه؟ الكائن الحي. تمام. بقدر أصنف الكائنات الحية عندي إزاي؟ لان هي مستر يقول لي كده سؤال علل: نظرا للتنوع الهائل في انواع الكائنات الحيه كان لابد من تصنيفها في مجموعات. ليه بصنفها؟ عشان اسهل دراستها واتعرف عليها. اسهل دراستها وايه؟ واتعرف عليها. طيب التصنيف بقى بتاعها، تصنيف هو ترتيب الكائنات الحية في مجموعات كل واحد حسب أوجه التشابه والاختلاف عشان أسهل دراستها والتعرف عليها. زي إيه مثلا؟ زي أنت كده مثلا طولك 150 سنتي وعلي طوله 150 سنتي، فقلت لكم أنتوا الاتنين مجموعة مع بعض. مثلا س 90 سنتي وصاد 90 سنتي، دول هما الاتنين مجموعة مع بعض، وهكذا صنفتهم حسب إيه؟ أوجه التشابه والاختلاف. طيب عندي بقى أوليات وحقيقيات. ده التصنيف الأول بتاعي، أوليات وحقيقيات. طيب يا مستر أوليات زي إيه وحقيقيات زي إيه؟ وإيه يعني إيه أصلا أوليات ويعني إيه حقيقيات؟ تعالى واحدة واحدة نعرف مع بعض. أوليات النواة هي كائنات وحيدة الخلية. كائنات وحيدة الخلية، تركيبها بسيط التركيب، صغيرة الحجم، لا تحتوي على نواة حقيقية. ما فيهاش نواة إيه؟ فيهاش نواة حقيقية. طيب خصائصها بتكون مالها؟ تتكون أجسامها من خلية واحدة، لسه قايلين وحيدة الخلية، أوليات نواة. طيب تركيبها سهل وصغير الحجم، لا تحتوي على نواة حقيقية، حيث ايه؟ تكون مادتها الوراثية مالها؟ عايمة في السيتوبلازم. زي ما قلت لك كده هي ايه؟ سايحة في السيتوبلازم، سايحة في السيتوبلازم. طيب غير محاطة بغشاء نووي طبعا، زي ايه؟ زي البكتيريا. طيب ماشي يا مستر. نيجي نخش على حقيقيات النواة. هي كائنات وحيدة كائنات حية قد تكون وحيدة الخلية أو عديدة الخلية، تحتوي على النواة إيه؟ حقيقية. خاصيتها بتكون إيه؟ تتكون أجسامها من خلية واحدة أو العديد من الخلايا يعني. تركيبها بيكون أكثر تعقيد شوية وبتكون كبيرة في الحجم. تحتوي على النواة إيه؟ بتحتوي على النواة حقيقية بقى. في نواة حقيقية ومحاطة بغشاء نووي. المادة الوراثية بتاعتها محاطة بغشاء نووي بيفصلها عن إيه؟ بيفصلها عن السيتوبلازم. زي إيه؟ زي الأميبا والبراميسيوم الأميبا والنباتات والحيوانات. تمام. نيجي بقى نخش على الخلايا الجذعية. الخلايا إيه يا مستر؟ الخلايا الجذعية. يجي يقول لك كده ايه، هو بيشبه لك الخلايا الجذعيه دي بايه؟ يقول لك في قريه الفخار في مدينه الفسطاط، هناك الناس اللي بيصنعوا، الفنانين يعني، اللي بيصنعوا من قطر الطين الصلصال ده اشكال وتحف مختلفه. زي الفخار كده اللي بيتصنع، مش بنعمل منه طبق كوبايه وهكذا، هو نفس الفكره بالظبط. طيب التين ده بيتحول لايه؟ بيتحول لاشكال فخار عديده، صح كده؟
نفس الفكرة، عندي نوع من الخلايا الجذعية يمكن تحويلها إلى أنواع عديدة من الخلايا إيه في الجسم في أجسام الحيوانات الراقية والإنسان. يعني عندي خلية مش متميزة، معرفش دي خلية إيه، تقدر عندها القدرة إنها تتحول مثلا لخلية في الكبد، خلية في البنكرياس، خلية في المعدة، وهكذا، لها قدرة على التميز، لها قدرة على إيه التميز. طيب يقول لي كده الخلايا الجذعية مالها؟ هي خلايا غير متميزة، غير إيه؟ غير متميزة، لسه مش متميزة. طيب مالها بقى يا مستر؟ ليها القدرة على التحول والتمايز إلى جميع خلايا الجسم المتميزة إيه التي تؤدي كل منها وظيفة متخصصة، تؤدي من كل منها وظيفة إيه متخصصة. تمام تمام كده احنا خلصنا الجزء ده. نيجي نخش بعد كده على إيه؟ يجي سؤال يقول لك علل ليه لا يمكن أن تكون أولية النواة خلايا جذعية؟ ليه يا مستر؟ لأنها ما بتحتويش على غشاء نووي، المادة الوراثية بتاعتها سايحة في السيتوبلازم، ويتكون جسمها من خلية إيه؟ خلية واحدة. الخلية دي بتكون متخصصة لحاجة معينة؟ لأ، هي بتكون إيه؟ بتقوم بجميع الوظائف، تقوم بجميع الوظائف الحيوية، ولا تمتلك القدرة على التمايز إلى أنواع متعددة من الخلايا مثل الخلايا الجذعية. تمام؟ تمام. عندي برضو كده عايز اقول لك احنا اتكلمنا فرق بين اوليات النواه وحقيقيات النواه، صح كده؟ طيب عايز اقول لك الفرق بين وحيده الخليه وعديده الخليه. كائنات وحيده الخليه هي كائنات عندها خليه واحده فقط، فبتكون غير متخصصه، بتكون غير ايه متخصصه، صغيره الحجم. لكن كائنات عديده الخليه بتكون ايه كبيره الحجم ومتخصصه، كل خليه بتقوم بوظيفه معينه او دور معين. طيب تمام. خش بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي يأمل الباحثون في أن تساعد دراسات الخلايا الجذعية على إيه؟ على زيادة فهم كيفية حدوث الأمراض دي عن طريق طبعا الخلايا دي وهكذا. فعند متابعة تمايز الخلايا زي ما لسه بقول لك يمكن فهم متى تحولت إلى خلية سليمة أو إلى خلية مريضة. يعني الخلايا الجذعية دي ممكن تكون هي تحولت لخلية أدت مثلا إلى حدوث سرطانات. تمام، فهو عايز يعرف ازاي حصل ده او ازاي حصل التحول ده. انتاج خلايا سليمه تحل محل الخلايا المصابه. اقدر يا مستر بالخلايا الجذعيه دي اميزها، مثلا عايز خلايا تعوض خليه فقدت في المعده او خليه باظت في المعده، فدي تقدر تعوض دي. طيب اختبار الادويه الجديده قبل استخدامها لمعرفه مدى سلامتها وفعاليتها، دي كلها من الحاجات اللي العلماء والباحثون بيستخدموا الخلايا الجذعيه فيها. تمام تمام كده احنا خلصنا الدرس الاول في الوحدة التالتة. يلا بينا نخش على الدرس التاني. يلا بينا. كان بيكلمني في ايه الدرس التاني يا مستر؟ كان بيكلمني في الصفات العامة للكائنات الحية. الصفات العامة للكائنات الايه الحية. اول حاجة بدأ يتكلم معايا فيها وهي التغذية. قال لي التغذية دي هي ايه؟ هي عملية بيحصل فيها الكائن الحي عموما على ايه؟ على الطاقة. على ايه؟ على الطاقة عشان يقوم بالأنشطة بتاعته. يبقى ايه؟ يبقى عملية الحصول على الكائن الحي على الطاقة والمواد الضرورية للبقاء والنمو. البقاء والنمو. تمام تمام. قلت لك ساعتها ان انا عندي نوعين من الكائنات، كائنات ذاتيه التغذيه وكائنات غير ذاتيه التغذيه. ذاتيه التغذيه دي زي ايه يا مستر؟ ذاتيه التغذيه هي كائنات بتصنع غذائها بنفسها. كائنات ايه؟ تصنع غذائها بنفسها، وعشان كده بسميها باسم تاني وهي الكائنات المنتجه. هي اللي بتنتج لي الغذاء بتاعي، بتنتج لي ايه؟ الغذاء بتاعي. طيب كائنات بقى غير ذاتيه هي كائنات تعتمد على غيرها من الكائنات المنتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحصول على غذائها، وعشان كده بسميها إيه؟ بالكائنات المستهلكة. بسميها بالكائنات الإيه؟ مستهلكة. هي بتستهلك، هي بإيه؟ بتستهلك. طيب تمام. زي إيه الكائنات الذاتية وزي إيه الكائنات الغير ذاتية؟ الكائنات الذاتية زي النباتات بتعمل عملية البناء الضوئي، بتطلع لي الغذاء. طيب كائنات غير ذاتية زي ايه؟ زي الانسان، زي الحيوان بياكل النباتات اللي بتقوم يعني بالتغذية المباشرة او ذاتية التغذية. طيب عندي الكائنات المنتجة هي كائنات ذاتية التغذية تصنع غذاء نفسها مثل ايه؟ زي النباتات والطحالب الخضراء. دي الكائنات المنتجة بتاعتي. طيب كائنات مستهلكة زي ايه؟ زي الانسان والحيوان تعتمد على غيرها في الحصول على غذاء زي ما لسه قايل لك. ماشي. يجي يقول لي علل تعتبر الابقار من الكائنات المستهلكة. ليه؟ لانها كائنات غير ذاتية. برافو عليك. تعتمد على غيرها في الحصول على غذائها. تمام.
تعتبر النباتات دي، النباتات يا شباب، تعتبر النباتات من الكائنات المنتجة. ليه؟ لأنها كائنات ذاتية التغذية تصنع غذائها بنفسها من خلال عملية البناء الضوئي. تمام. ايه بقى يا مستر عملية البناء الضوئي؟ البناء الضوئي اللي انت عمال تقول لي عليها دي، تعالى كده نفهمها مع بعض سوا. طيب، كائنات عملية البناء الضوئي دي، أول حاجة عندي الكائنات ذاتية التغذية. زي إيه؟ زي النباتات والطحالب الخضراء. مالها بقى؟ بتحصل على غذائها من خلال عملية البناء الضوئي. ماشي يا مستر، بتاخد المية من التربة وتاخد ثاني أكسيد الكربون وهكذا وتعمل عملية البناء الضوئي. طيب ماشي. هنا رقم 2، تحدث عملية البناء الضوئي في النباتات في الأوراق الخضراء. فين؟ داخل حاجة اسمها البلاستيدات الخضراء، داخل البلاستيدات الإيه؟ الخضراء. تمام. والبلاستيدات الخضراء دي بيكون محتوي على مادة اسمها مادة الكلوروفيل. مادة ايه؟ كلوروفيل، اللي بتمتص الطاقة الضوئية من الشمس وتعطي ايه؟ اوراق لون ايه؟ اخضر. هي دي اللي بتخلي الورقة لونها اخضر يا مستر. تمام. البناء الضوئي الاصطناعي هي وسيلة تكنولوجية جديدة ابتكرها شوية العلماء عشان تقدر تحاكي البناء الضوئي الطبيعي. ليه؟ لأن البناء الضوئي الطبيعي بياخد وقت وجهد وفترة زمنية طويلة، فالصناعي يساعد معاه ويقلل لي من التلوث بتاع ثاني أكسيد الكربون. تمام. يعني إيه؟ يعني يا مستر تقوم هذه الأوراق بامتصاص ثاني أكسيد الكربون من عوادم السيارات والمصانع والمحطات، وتستخدم الهيدروجين معاها لإنتاج وقود صديق للبيئة. بياخد ثاني أكسيد الكربون الضار اللي موجود في الجو كتير قوي ده ويديني ينتج لي وقود صديق للبيئة لما بيتحد مع الهيدروجين. الهدف منه ايه؟ الهدف منه المساهمة في تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز الاستدامة البيئية البيئية. تمام. نيجي على التنفس. تتعدد أعضاء التنفس اللازمة للحصول على على الأكسجين خلال الكائن الحي. تمام. زي إيه؟ زي ما هنعرف دلوقتي حالا. طيب فين يا مستر؟ أهي عندي في الإنسان عضو التنفس بيكون الرئتين، الوسط اللي بيحصل منه على الأكسجين. أنت دلوقتي بتاخد الأكسجين بتاعك منين؟ من الهواء، صح كده؟ يبقى الهواء الجوي عادي. تمام. الاسماك يا مستر، الاسماك دي عضو التنفس بتاعها اسمه الخياشيم، بتكون موجوده فين؟ او وسط التنفس فين؟ هو الميه، وسط الحصول على الاكسجين هو الماء. الحشرات من القصيبات الهوائيه. القصيبات الهوائيه دي عضو التنفس بتاعها بتحصل يا مستر عليها من الهواء عادي. طيب البرمائيات بقى، البرمائيات هي كائنات بريه وبتعيش في الميه برضه، يبقى بتعيش في الاثنين. يبقى اكيد يا مستر عندها عضوين التنفس، عضو بره الميه وعضو جوه الميه، عضو على البر وعضو في الميه. فانا عندي عضو التنفس بتاع مثلا الضفادع البالغه هو الجلد والرئتين. الجلد لما بيكون في الميه والرئتين لما بيكون في الهواء او الوسط بتاعها هو الهواء. تمام. نيجي نخش بعد كده على عملية التنفس الخلوي. قلت لك ان ساعتها عملية التنفس الخلوي عكس عملية البناء الضوئي. عملية التنفس الخلوي ايه اللي بيحصل فيها؟ تحدث داخل الميتوكوندريا الموجودة بخلايا حقيقية النواة. بيتم فيها هدم او تكسير المواد الغذائية الكبيرة اللي اتكونت لي اصلا من عملية البناء الضوئي اللي هو سكر الجلوكوز في وجود غاز الاكسجين عشان يديني طاقة لازمة للقيام بجميع الانشطة الحيوية. طيب قلت لك ساعتها ان عمليه التنفس الخلوي دي بتحصل بالنهار والليل، صبح وليل عادي جدا، لكن البناء الضوئي كان بيحصل فين؟ الصبح بس يا مستر لوجود ضوء شمس. برافو عليك. تمام. ادينا بنجمع ونربط كل حاجه مع بعض اهو. تمام. نيجي بقى للتنفس الخلوي. هو ايه؟ هو عمليه حيويه يتم فيها هدم المواد الغذائيه العضويه الخاصه الجلوكوز في وجود غاز الاكسجين لانتاج الطاقه. تمام. دخلنا بعد كده على عمليه النقل. عمليه النقل دي يا مستر قلت لك ان بتمتلك الكائنات حقيقيه النواه الانسان وهكذا جهاز نقل متخصص ماله بيقوم بنقل العناصر الغذائيه والاكسجين الى جميع خلايا الجسم. طيب في الانسان ايه اللي بيحصل؟ يقوم الجهاز الدوري في الانسان بنقل الغذاء المهضوم والاكسجين المستخلص من الهواء الجوي عبر الدم ومنه الى القلب. يبقى عبر الدم الاول، بعد كده الى القلب ليصل الى جميع اجزاء الجسم، ثم يعود مرة أخرى إلى القلب في دورة مغلقة. ليه؟ لأن القلب والأوعية الدموية والدم كل دول يا مستر متصلين مع بعض في حلقة متكاملة بتوصف بعملية الدوران. عشان كده سميته عليه الجهاز الدوري. هو بيدور، هو بيلف حوالين بعض. هو بيلف حوالين إيه؟ بيلف حوالين بعض. طيب تمام. نيجي نخش على عملية النقل في النبات.
هي عملية الدوران يا شباب في الإنسان بيقابلها حاجة اسمها النقل في النبات، اللي هو بيعمل إيه؟ بيتكون جهاز النقل ده من نوعين من الأنسجة، نسيج الخشب ونسيج اللحاء. طيب بيعمل إيه نسيج الخشب وبيعمل إيه نسيج اللحاء ده؟ هنعرف دلوقتي ثانية واحدة بس. طيب بيعمل إيه يا مستر نسيج الخشب؟ نسيج الخشب بياخد المواد الغذائية من تحت اللي هي الميه من التربه من الشعيرات الجذريه والاملاح ويطلعها فوق. اللحاء بياخد الغذاء من فوق وينزله تحت او بيطلعه وينزله لباقي ايه اعضاء النبات. تمام. يجي سؤال يقول لك علل لا يعد مسار الغذاء في الجهاز الهضمي مسار مغلق. ليه؟ لانه بيسمح للمواد لا يسمح للمواد بالخروج منها الى اجزاء اخرى من الجسم بشكل عشوائي، ما بيسمحش بخروج المواد دي. طيب تمام. نيجي على عملية الإخراج. مالها يا مستر بقى؟ الإخراج دي هي عملية حيوية بيتم فيها التخلص من فضلات ضارة والمواد الزايدة عن حاجة الجسم أو عن حاجة جسم الكائنات الحية. أنا عايز أخرج إيه؟ أخرج الفضلات اللي عندي. أنا دلوقتي عندي حاجات ضارة جوه، عايز إيه؟ أخرجها. طب أخرجها إزاي؟ أخرجها عن طريق 3 حاجات: الرئتين، الكليتين، الغدد العرقية اللي في الجلد. طيب الرئتين يا مستر بقدر اتخلص من الميه وثاني اكسيد الكربون مع هواء الزفير. مع هواء الايه؟ الزفير. انت مش لما بتخرج هواء زفير بتحس كده فيه سخونيه؟ طيب ما هو ده في بخار ميه، لو اتكثف هيطلع بخار ميه. في الشتاء كده تلاقي نفسك وانت بتتكلم في بخار طالع. طب ما هو ده ايه؟ طب ما ده ميه. طيب تمام. الكرياتين بقدر اتخلص من الميه والاملاح الزايده واليوريا في صوره ايه؟ في صوره البول. الغدد العرقية يا مستر هي بقدر اتخلص فيها من المية والأملاح الزيادة، المية والأملاح الزيادة في صورة إيه؟ في صورة عرق. يبقى خليك فاكر إن الرئتين والجلد والكليتين التلاتة بيخرجوا مية بشكل أساسي، التلاتة بيخرجوا مية بشكل إيه؟ بشكل أساسي. طيب تمام. نيجي بقى على الإخراج في النبات. نيجي على الإخراج في النبات. الإخراج في النبات بيتم عن طريق أعضاء خاصة اسمها الإيه؟ الصغور يا مستر. طيب بتتخلص من الميه الزايده وغاز ثاني اكسيد الكربون، هي دي بيكون شكلها الصغور. تمام. الصغور هي فتحات صغيره موجوده على اوراق النبات بتتحكم فيها حاجه اسمها الخلايا الحارسه. بتتحكم فيها حاجه اسمها الخلايا الحارسه، هي بتكون خلايا متخصصه بتتحكم في فتح وغلق الصغور الموجوده على اوراق الايه؟ على اوراق النباتات، على اوراق الايه؟ النباتات. طيب تمام. عندي تطبيق تكنولوجي وهو جهاز الغسيل الكلوي. جهاز الغسيل الكلوي ده بيعمل ايه؟ بيستخدم جهاز الغسيل الكلوي ده مثل المصابين بالفشل الكلوي. بيعمل ايه؟ حيث يقوم هذا الجهاز بدور الكلية في الانسان. الكلية عشان تتخلص من ايه؟ للتخلص من السموم وتنقية الدم عند توقفها عن اداء الوظيفة بتاعتها. عن ايه؟ اداء الوظيفة بتاعتها. طيب تمام. نيجي على اخر حاجة عندي كانت في الدرس ده وهي الحركة. وهي ايه؟ الحركة. عندي الحركة هي عملية بتمكن الكائن الحي من الانتقال من مكان إلى آخر. إيه ده؟ طب هو معناه يا مستر إن النبات بيتحرك من مكان ويروح لمكان تاني؟ لأ. في النبات عندي 3 صور للحركة في النبات. بيحصل ايه يا مستر في النبات؟ ان الزهره بتفتح وتقفل ورقها، ده بس دي حركه في النبات، لكن ما بتتحركش من مكانها. زي نبات الجازانيا يا مستر بيفتح اوراقه بالنهار وبيغلقها بالليل. زي نبات المستحيه لما بلمسه بيتدلى الوريقات بتاعته وتدبل. زي نبات دوار الشمس ده بيعمل ايه؟ بيتحرك مع اتجاه الشمس عند الشروق وعند الغروب. طيب تمام. حركه في الكائنات وحده الخليه. عندي مستر الاميبا بتتحرك عن طريق الاقدام الكاذبه، دي كده اسمها اقدام كاذبه اللي هي بتاعتها. اليوجلينا بتتحرك عن طريق الصوت اللي هو الخط ده او اللي هو الحاجه الرفيعه ده. البراميسيوم بيتحرك عن طريق الاهداب. لو بصيت كده في الرسم كويس هتلاقي ان في شعيرات طالعه منها، هي دي اللي بتتحرك بيها. طيب الانسان يا مستر، الانسان بيتحرك بحاجه اسمها الجهاز العضلي الهيكلي. الجهاز العضلي الهيكلي. الجهاز العضلي الايه؟ الهيكلي. الايه؟ ثانية واحدة. الهيكلي. الجهاز العضلي الايه؟ الهيكلي. تمام. وبكده نكون خلصنا الدرس التاني. خد لك كده بريك يا بطل، 5 دقايق 10 دقايق وارجع تاني معايا نخش على الدرس التالت. يلا بينا. بعد كده دخلنا واتكلمنا على الميكروبات. الميكروبات دي هي ايه؟ قلت لك هي كائنات حيه دقيقه لا ترى معظمها بالعين المجرده، بتكون نافعه او ضاره. قلت لك هما 3 حاجات صغيره حوالينا نافعه او ضاره، ده اللي قلته لك في الشرح. طيب تمام.
ميكروبات النافعة هي بتحصل أو كيف تحصل النباتات على النيتروجين أصلا؟ لا يستطيع. أنا عندي، طب ثانية واحدة كده يا مستر، بس الأول قبل ما نخش في السؤال ده تعالى قول لي هي إيه الميكروبات النافعة وإيه الميكروبات الضارة؟ الميكروبات النافعة كان عندي زي الأوليات النووية وحقيقيات النووية. الأوليات النووية زي إيه؟ زي كان فطر أو سوري بكتيريا العقد الجذرية، بكتيريا التحلل، وبكتيريا لبن الزبادي. طيب حقيقيات كان فطر الخميرة وفطر البنسليوم، خميرة وبنسليوم. طيب تمام. يقول لي بقى كيف تحصل النباتات على النيتروجين؟ ازاي؟ لا تستطيع النباتات استخدام النيتروجين الموجود في الهواء او التربة في صورته الغازية. فايه اللي بيحصل؟ بتقوم انواع من الميكروبات النافعة في التربة بامداد النبات بالنيتروجين في صورة مركبات يمكن استخدامها، مثل ايه؟ البكتيريا العقدية. البكتيريا العقدية دي بقى هي ايه؟ هي بكتيريا العقد الجذرية. بتعيش البكتيريا دي على جذور النباتات البقولية، زي النباتات البقولية زي البرسيم والفول والبسلة. طيب بتكون في تركيب خاصة تعرف بالعقد الجذرية. البكتيريا دي بتكون في تركيب خاصة تسمى ايه؟ العقد الجذرية. تمام. بتبدل البكتيريا العقدية دي البقوليات بالنيتروجين الذي يصعب الحصول عليه من التربة. يعني هي من الاخر بتعمل ايه؟ بتمده بالنيتروجين والمركبات النيتروجينية، النيتروجين والمركبات الايه؟ النيتروجينية. طيب تمام. نيجي بعد كده يقول لك ايه؟ يقول لك علل. يلجأ المزارعون بعد حصد النباتات البقولية إلى ترك جذورها في التربة. ليه؟ عشان يا مستر تتحلل الجذور دي فتديني إيه؟ تتحول إلى مركبات نيتروجينية قابلة للذوبان في المية، فيزود من خصوبة التربة ويحافظ على دورة العناصر. يبقى بتعمل إيه؟ بيزود خصوبة التربة ويحافظ على دورة العناصر، على دورة الإيه؟ دورة العناصر. طيب يجي كده السؤال يقول لك ماذا يحدث عدم الاحتفاظ بالزبادي في الثلاجة؟ يؤدي إلى استمرار نشاط البكتيريا اللبن الزبادي، وهو ما يؤدي إلى إنتاج المزيد من حمض اللاكتيك، يؤدي إلى زيادة حموضة الزبادي فإيه؟ فيفسد الطعام، فيفسد الإيه؟ الطعام. طب تمام. قلت لك برضو عندي فطر زي فطر البنسليوم. عندي فطر بنسليوم ريكفورت اللي بيتعمل منه الجبنة ريكفورت، أو المستخدم في صناعة الجبنة ريكفورت، أو المسبب للطعم المميز واللون المتعدد لها. طيب يجي يقول لي يتميز جبنة ريكفورت بطعم مميز والوان متعدده. ليه؟ لوجود فطر بنسليوم ريكفورتي مسبب للطعم المميز والالوان المتعدده للجبنه ريكفورت. طيب بعد كده جالي عالم اسمه فيلمينج عمل لي او اخترع لي حاجه اسمها البنسلين. البنسلين ده هو مضاد حيوي يستخلص من فطر بنسليوم نوتاتوم، ويستخدم في مقاومه بعض الامراض مثل الدفتريا والتهاب اللوستين. طيب العالم ده هو عالم اسمه ألكسندر فليمنج، عالم اسكتلندي. ترجع شهرته إلى اكتشاف البنسلين المستخلص من فطر البنسلين نوتاتوم، والذي تعد أول مضاد حيوي فعال. أول مضاد حيوي فعال، فلازم نسجل اسم الراجل ده ونعرفنا بيه. طيب لاحظ فليمنج تكون أول فطر أخضر اللون على إحدى مزارع البكتيريا في معمله. عند تعرضها للهواء أدى إلى قتل البكتيريا المحيطة بالفطر، وحصل على جائزة نوبل في الطب 1954 تقديرا لهذا الاكتشاف بتاعه. طيب فطر الخميرة يا مستر. يستخدم فطر الخميرة في صناعة الخبز والكحول الأسيدي، ويعد مصدر لفيتامين بي، وغني بالمركبات ايه؟ مضادات الأكسدة، غني بالمركبات مضادات الأكسدة. طيب تمام. بعد كده دخلنا على الميكروبات الضارة. الميكروبات الضارة دي بتدخل للجسم عن طريق 3 حاجات: عملية التنفس، أو تناول الغذاء ملوث، أو اختراق الجلد والوصول إلى الدم. الميكروب وصل يا مستر للدم بتاعي. طيب ايه الأمراض الناتجة عن التلوث الغذائي؟ يعتبر مرض الدوستناريا اللي هو الزحار الأميبي، ومرض التيفود من أهم الأمراض الناتجة عن التلوث الغذائي. وهتعالى كده نعرف كل واحد منهم بيقول إيه، وكل واحد إيه سببه وإيه دنيته. مرض الدوستناريا ده مرض الميكروب اللي مسبب ليه هو الخلايا من البروتوزوي، يعرف بأنتيميبيا هوستولوكيتيا، أنتيميبيا هوستولوكيتيا. طيب المكان تواجده فين؟ بيعيش مستر في الأمعاء الغليظة بتاعت المريض. طريقة انتقاله بتناول غذاء ملوث بالميكروب، تناول غذاء ملوث بالميكروب. طيب أعراضه إيه؟ أعراضه الإسهال المختلط بالدم، الألم بالمعدة، فقدان للشهية، انخفاض الوزن، والتعب المستمر. دي كلها مستر من أعراضه. دي كلها من أعراضه. طيب إيه تاني من أعراضه؟ او سوري الوقايه بقى منه ازاي اعالجه؟ بستخدم مضادات للطفيليات، لان يا مستر البكتيريا دي هي بكتيريا طفيليه. طيب تمام. شكل الميكروب ده بيكون شكله هو موجود في الامعاء. تمام.
نيجي على مرض التيفودي، ده بيجي من بكتيريا تسمى ايه؟ اسمها بكتيريا السالمونيلا التيفية. ده بيصيب القناة الهضمية وبينتقل نتيجة تناول الطعام والمياه الملوثة بالسالمونيلا التيفية. ايه اعراضه؟ بتحصل الحمى الشديدة، ترتفع درجة الحرارة ل 40 درجة، الشعور بالتعب والصداع، انتفاخ في المعدة والألم بالمعدة والعضلات. اقدر استخدم له ايه يا مستر؟ بستخدم له مضادات حيوية، وده بيكون شكله، وده بيكون ايه شكله. تمام تمام. نيجي بعد كده على ايه؟ يقول لك عادات صحيه اتبعها يعني عشان اقلل من خطر الاصابه بالعديد من الامراض. زي ايه؟ زي غسل الخضروات والفاكهه قبل تناولها، عدم ترك الغذاء مكشوف لحمايته من التلوث، غسل اليدين قبل التناول وبعد الخروج من دوره المياه، غسل الاسنان بالفرشه الشخصيه بعد تناول الوجبات، شرب ما لا يقل عن 3 لتر ماء نقي. شرب لا يقل عن ايه؟ 3 لتر ماء نقي. تمام تمام. ما أهمية غسل الأسنان بالفرشة بعد تناول الوجبات الغذائية؟ القضاء على البكتيريا الضارة. تمام تمام. يجي يقول لي كده في الآخر خالص، هي البكتيريا العقدية دي مالها؟ بتمد البقوليات بالنيتروجين الذي يصعب الحصول عليه من إيه؟ من التربة. يصعب الحصول عليه من التربة. تمام تمام. وبكده نكون خلصنا الوحدة التالتة كمان يا أبطال. خلاص فاضل لك اخر درسين في الوحده الرابعه ونكون كده قفلنا المراجعه بتاعتنا، المراجعه النهائيه، مراجعه ليله الامتحان. خد لك بريك يا بطل وارجع تاني معايا. يلا بينا يلا بينا. دخلنا بعد كده على الوحده الرابعه والاخيره، واللي بتتكلم عن المجموعه الشمسيه والقمر. طيب الارض يعني والنظام الشمسي كله على بعض. طيب اتفقنا ان المجموعه الشمسيه بتتكون من نجم واحد هو الشمس و8 كواكب. طيب الكواكب دي قسمتها معاك لمجموعتين، كواكب داخلية وكواكب خارجية. الكواكب الداخلية كانوا 4 والخارجية كانوا 4. داخلية يعني جوه، يعني قريبين من الشمس. خارجية يعني بره بعيد عن الشمس، اللي هم ايه؟ عطارد، زهرة، الأرض، المريخ، دول داخلية. مشتري، زحل، أورانوس، نبتون، دول الخارجية. الكواكب الداخلية هي الكواكب الصخرية معظمها لديها قشرة سميكة ما عدا العطارد القشرة بتاعته رقيقة. طيب الكواكب الخارجية كواكب غازية ليس لها ايه؟ قشرة أصلا. طب تمام. يجي كده سؤال يقول لك علل لا تتصادم كواكب المجموعة الشمسية مع بعضها أثناء حركتها حول الشمس. ليه؟ لأنها يا مستر بتدور في مدارات بيضاوية الشكل مختلفة البعد عن الشمس. كل واحد بيدور في مدار معين، فكل واحد بياخد شكل ايه؟ معين، وما بيحصلش تصادم. طيب تمام. نيجي بعد كده على ايه؟ على التلسكوب. مال التلسكوب يا مستر؟ يجي بعد كده على التلسكوب من أجهزة الرصد اللي بتساعدنا في دراسة خصائص كواكب المجموعة الشمسية. يجي يقول لي علل قشرة سطح كوكب عطارد مليئة بالحفر. ليه؟ بسبب سقوط نيازك. طيب يجي يقول لي برضه يظهر الغلاف الجوي لكوكب اورانوس باللون الازرق المخضر بسبب وجود غاز الميثان ضمن ايه؟ مكوناته. غاز الميثان موجود ضمن مكوناته. طيب نظام الشمس والارض يا مستر. بتدور الارض دورة كاملة حول محورها كل 24 ساعة. الارض بتدور حول محورها كل قد ايه؟ كل 24 ساعة. طيب يميل محور الأرض بزاوية 23.5 عن الخط العمودي على مستوى مدارها حول الشمس. تمام. محور الأرض قلت لك هو خط وهمي بيمر عبر إيه؟ عبر الأرض من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، مار بمركز الأرض. مار بمركز الإيه؟ الأرض. تمام تمام. نيجي بعد كده يقول لك علل اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس على المناطق المختلفة من سطح الأرض بسبب إيه؟ بسبب ميل إيه؟ محور الأرض. بسبب ميل محور الإيه؟ الأرض. ما النتائج المترتبة على دوران الأرض حول محورها أمام الشمس؟ اللي بيحصل يؤدي إلى تتابع الليل والنهار وحركة الظاهرية دي الشمس في السماء. حركة الظاهرية للشمس في إيه؟ السماء. اللي هي إيه حركة الظاهرية للشمس دي يا مستر؟ إن بتدور الأرض حول محورها من الغرب للشرق، فتبدو الشمس في السماء على مدار اليوم وعلى مدار العام وكأن موقعها يتغير من الشرق للغرب، وهو ما يسمى بالحركة الظاهرية. وانا بشوفها يا مستر بتتغير منين؟ من الشرق للغرب. من الشرق ليه؟ للغرب. لكن هي في الحقيقة بتدور حول محورها من ايه؟ من الغرب للشرق. ده الارض نفسها. تمام تمام. طيب نيجي بعد كده على ايه؟ الحركة الظاهرية للشمس اهي. مالها؟ هي تغير موقع الشمس ظاهريا في السماء من الشرق الى الغرب نتيجة دوران الارض حول ايه؟ حول محورها. تمام تمام. فيكون اكبر ارتفاع ظاهري للشمس في فصل الصيف واقل ارتفاع ظاهري للشمس في فصل الشتاء. فصل الصيف تلاقي الشمس مرتفعة، فصل الصيف تلاقيها قليلة. يرتفع مستوى الشمس الظاهري في وقت الظهيرة وينخفض ايه؟ وقت الشروق والغروب. تمام تمام. يجي سؤال يقول لك كده علل
طول الظل المتكون وقت الظهيرة يكون أقل ما يمكن. ليه؟ لأن الارتفاع الظهيري للشمس يكون أكبر ما يمكن وقت الإيه؟ وقت الظهيرة. تمام. نخش بعد كده على حاجة اسمها المزاولة الشمسية. هي ساعة شمسية قديمة كانوا بيستخدموها زمان في تحديد الوقت، تعتمد على طول واتجاه الظل، طول واتجاه الإيه؟ الظل مع الحركة الظاهرية للشمس. تمام. يقول لي نظام الشمس والأرض بيميل يؤدي ميل محور الأرض وكذلك دوران الأرض حول الشمس كل قد إيه؟ 365 يوم وربع. 365 يوم وإيه؟ ربع. إلى سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض بزوايا مختلفة. بتسقط يا مستر الأشعة بزوايا مختلفة، فده اللي بيؤدي إلى تعاقب إيه؟ يؤدي ذلك إلى تعاقب الفصول الأربعة، فصول السنة إيه؟ الأربعة. تمام. يؤدي اختلاف كمية الضوء الذي يستقبله نصف الكرة الأرضية خلال السنة إلى تعاقب الفصول. الاعتدال الخريفي 23 سبتمبر، بعديها الانقلاب الشتوي 21 ديسمبر، بعديها الاعتدال الربيعي 21 مارس، بعديها الانقلاب الصيفي 21 يونيو، وهكذا وهكذا، وتفضل طول السنة على كده. طيب، الانقلاب الصيفي 21 يونيو والانقلاب الشتوي 22 ديسمبر. الانقلاب الصيفي مستر هو اليوم الذي يبدأ بعده فصل الصيف. اللي بيحصل بيميل الطرف الشمالي لمحور الأرض نحو الشمس. طيب، الانقلاب الشتوي اليوم اللي بيبدأ بعده ايه؟ فصل الشتاء. بيميل الطرف الشمالي بعيدا عن ايه؟ بعيدا عن الشمس، فعشان كده بلاقي الجو ساقع في الشتاء والجو حر في الصيف. في الربيع والخريف ما بيميلوش ناحية حاجة معينة، فبتكون الجو معتدل في الأوقات دي. علل تعاقب فصول السنة 4 بسبب ميل محور الأرض ودورانها حول الشمس. اختلاف ساعات النهار والليل في فصول السنة لاختلاف ميل محور الأرض باختلاف فصول ايه؟ باختلاف فصول السنة. باختلاف فصول ايه؟ السنة. كده احنا خلصنا ايه يا مستر؟ خلصنا الدرس الأول وفرمناه كمان. يلا بينا نخش على الدرس التاني واللي هو كان بيتكلم عن خسوف القمر والقمر نفسه. طب يلا بينا. يجي أول حاجة يقول لي ايه؟ يقول لي يشاهد المراقب على سطح الأرض وجها واحد فقط للقمر. ليه بشوف وجه واحد بس للقمر؟ لأن الزمن اللي بيستغرقه القمر حول الدوران حول محوره هو نفس الزمن اللي بيستغرقه الأرض دوران للدوران حول الأرض، فعشان كده بشوفه من وجه واحد. بشوفه من إيه؟ بشوفه من وجه واحد. طيب تمام. يجي يقول لي علل القمر جسم معتم تابع للارض ولكنه يظهر منير. ايه ده يا مستر؟ هو القمر معتم ولا منير؟ لا، هو معتم بس انا بشوفه منير. ليه؟ لانه بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه. بيعكس ايه؟ ضوء الشمس الساقط عليه. طيب تمام. دي بقى الاطوار بتاعه القمر، بيكون اللي هي اطوار القمر. يعني ايه؟ المراحل المختلفه التي يمر فيها القمر خلال دورته حول الارض نتيجه اختلاف موقعه بالنسبه لكل من الشمس والارض. بيبدا حته بس تبان والباقي معتم، بعد كده كله بيبدا يبان لغايه لما يكون بدر كده منور خالص، وبيبدا بعد كده يختفي جزء منه لغايه لما يكون ايه؟ يكون محاق. طيب تمام. نيجي بعد كده سؤال علل يقول لي ايه؟ حدوث ظاهرة اطوار الشمس بسبب دوران القمر حول ايه؟ الارض في مسار بيضاوي. في مسار ايه؟ بيضاوي. طيب، نخش على خسوف القمر. هي ايه؟ خسوف القمر هي منطقة الظل هي المنطقة المظلمة تتكون على حائل الأبيض نتيجة اعتراض جسم مسار الأشعة الضوئية. منطقة شبه الظل هي منطقة شبه مضيئة تحيط بمنطقة الظل يصل إليها جزء من الأشعة الضوئية، بس إليها جزء من الأشعة الضوئية. طيب تمام. خسوف القمر هي ظاهرة طبيعية تحدث عند وقوع الأرض أثناء دورانها حول الشمس على خط الوصول بين الشمس والقمر، وبيتم فيها حجب الضوء الشمس كلي او جزئي عن القمر تقريبا في منتصف الشهر العربي. انواع الخسوف عندي نوعين من الخسوف: خسوف كلي وخسوف جزئي. خسوف الكلي ده بيحدث عندما يقع القمر بالكامل في منطقة ظل الارض، حيث يظهر القمر كقرص معتم لعدم وصول الشمس اليه. طب الخسوف الجزئي يحدث عندما يدخل جزء من القمر في منطقة ظل الارض، حيث يظهر القمر كقرص ناقص. شايفين كده قرص ناقص. طيب تمام. حالة اللا خسوف دي عندما يقع القمر بأكمله في منطقة شبه الظل الأرض، فإنه يرى على هيئة قرص أحمر مضيء بإضاءة خافتة، وهذا لا يعد خسوف. ما بيعدش ده خسوف، عشان كده سميتها حالة اللا خسوف. تمام.
يجي يقول لي علل لا يقع القمر دائما على خط الوصول بين الشمس والأرض في كل طور بدر. ليه؟ بسبب ميل مستوى مدار القمر حول الأرض بمقدار 5 درجات تقريبا عن مستوى مدار الأرض حول إيه؟ حول الشمس. طيب ليس بالضرورة أن يكون القمر في حالة خسوف في كل طور بدر. ليه يا مستر ما يكونش بالضرورة هو حالة خسوف؟ لأن القمر لا يقع دائما على خط الوصول بين الشمس والأرض في كل طور بدر، مش شرط إن هو يقع على خط الوصول بالظبط. تمام؟ تمام. وبكده يا أبطال نكون خلصنا المراجعة النهائية بتاعتنا. تمام؟ تم الانتهاء من المراجعة النهائية وليالي الامتحان وليلة الامتحان كمان. دي مراجعة نهائية وليلة الامتحان دي شاملة كل حاجة أبطال البيولوجي. تمام يا أبطال، يا رب تكون استفدت ويا رب تكون فهمت. عندك اهي الشرح كله، ما سيبناش أي نقطة غير لما فرمناها وفصصناها وشرحناها. تمام. زي ما قلت لك في أول الفيديو، لو محتاج المذكرة دي تطبعها وتشتغل منها ابعت لي على رقم الواتس. الرقم أهو كمان قدامك على الشاشة 012 028 26 714. ابعت لي وهبعتها لك. اشوفكم على خير ابطالنا رجاله البيولوجي دفعه اولى اعدادي ان شاء الله على خير الترم الثاني. اشوفكم على خير يا ابطال، مع السلامه.